بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا اليوم الثاني والأخير لحساب الجولة الخامسة والعشرين ضمن منافسات دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026 هنا حيث أربيل، وتحديدا ملعب فرانسو حريري، على أرض اعتادت أن تكون مسرحا للفرح والهتاف، لكن هذه المرة بصمت وتغيب الجماهير، لكن الشغف حاضر لمواجهة قوية تجمع نادي أربيل أصحاب الدار والقادم من العاصمة بغداد نادي الزوراء. 18 لقبا يجمع أو يجتمع في 90 دقيقة القلعة الصفراء والزعيم أربيل القادمين من تعادل أمام نفط ميسان، والزوراء القادمين من انتصار على الكهرباء. نتمنى أن تكون مباراة جميلة وتليق بتاريخ الفريقين. تحياتي لكم من منصة التعليق، معلقا لهذا اللقاء حسين سمير، وبذلك الطاقم التحكيم اللي يقود مجريات هذه المباراة بقيادة حكم الساحة عصام فاضل، يساعد واثق مدلل ورضا عباس، الحكم الرابع عياد زاحم، أما بغرفة الفيديو بغرفة الفار ليث فرحان وحازم فيصل. مواجهة قوية مرتقبة، نتحدث عن هذه الجولة المهمة 25، وتستمر منافسات دورينا دوري نجوم العراق بالجولات الحاسمة والجولات الصعبة لتقديم المباريات المثالية. نتحدث عن هذه المباريات، 3 مباريات تقام بنفس التوقيت، نوروز اللي يستضيف نفط ميسان، وهنا أربيل اللي يستضيف الزوراء. أما ديربي العاصمة بغداد الشرطة يستضيف القوة الجوية، كل هذه بنفس التوقيت. أما الساعة 5:30 بإذن الله تعالى القاسم وأديالة، والساعة 7:30 الغراف والنجف. هكذا هي مباريات اليوم، هكذا هي الجولة 25. إذن نتكلم عن هذه المواجهة ما بين الإمبراطور الأصفر وما بين الزعيم الأبيض، ما بين نادي أربيل بطل الدوري ل4 مرات منها ثلاثية على التوالي، وأتحدث عن الزوراء صاحب ال14 لقب ومنها 3 مرات على التوالي. أتحدث عن ألقاب. هنا أيضا دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق. رحم الله شهدائنا الأبرار من قواتنا الأمنية وقوات البيشمركة. أيضا كانت هنالك دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم الخالدة، وبذلك أنا وإياكم لانتظار صافرة البداية بقيادة الحكم عصام فاضل، مواجهة ما بين الجنرال باسم قاسم مدرب نادي أربيل وما بين مدرب نادي الزوراء لؤي صلاح. ذكريات وأيام جميلة للؤي صلاح، نتحدث عن المسيرة التدريبية وعن المسيرة كلاعب. لؤي صلاح اللي سبق وأن درب أربيل وأن درب الكهرباء والقوة الجوية والميناء، لكن هو لعب للزوراء ولعب لأربيل. نعم، لعب للزوراء ولعب لأربيل. ونتحدث عن تشكيلة الفريقين. الزوراء يدخل بحراسة المرمى حسين حسن، الخط الدفاعي إينونغا وكاظم رعد، سجاد محمد فاضل، سجاد محمد مهدي، حسين فلاح، حيران أحمد، محمد قاسم، مراد محمد، وابراهيم توميو وبرايان رياسكوس. إذن على بركة الله تنطلق صافرة البداية من يمين الشاشة بالألوان الصفراء المعتادة نادي أربيل، ومن يسار الشاشة بألوانهم البيضاء المعتادة نادي الزوراء. إذا تكلمنا عن تشكيلة الزوراء لا نتكلم
عن تشكيلة أصحاب الدار. فريق أربيل بحراسة المرمى المخضرم سرهنك محسن، والخط الدفاعي تشوبانوف، مامادو ديارا، عمر جنكي، وهمام طارق، وأحمد زيرو. وبالنسبة لخط المنتصف إيسيان، علي شاخوان وكريستيان باركو، وبخط المقدمة كريستوفر جون وكابريرا. هكذا هي الأسماء المشاركة بصورة أساسية بأمر كلا المدربين باسم قاسم ولؤي صلاح. إذن مواجهة صعبة، مواجهة قوية. تحدث عن مواجهات اللي جمعت الفريقين. مباراة الذهاب لحساب المرحلة الأولى انتصر فريق الزوراء بهدف نظيف. هذا هو باسم قاسم الجنرال اللي سبق وأن حقق اللقب الدوري 3 مرات مع أندية مختلفة. حقق لقب الدوري مع دهوك 2009، ومع الزوراء 2015، ومع القوة الجوية 2016. هكذا هي أرقام المدرب باسم قاسم. وتحدثنا عن مواجهة الذهاب بالمرحلة الأولى، الزوراء اللي انتصر بهدف نظيف بهدف اللاعب مراد محمد. اليوم مواجهة الإياب المرحلة الثانية بملعب فرانسو حريري، ملعب نادي أربيل، ومع عودة الهداف، هداف الدوري حتى هذه اللحظة، لكن على دكة البدلاء شيرزود تيميروف الأوزبكي بعد الدعوة اللي وصلت له مع منتخب بلده. يعود مرة أخرى بعد غياب قد طال بالجولات الماضية. كرة تلعب على الطرف الأيسر، همام طارق والرأسية. الاستعادة، الزوراء اللي يريد استمرار النتائج الإيجابية بعد العودة أو الوصول من انتصار مهم على فريق الكهرباء بركلة جزاء بالدقائق الأخيرة سجلها اللاعب برايان رياسكوس. تصل الكرة الآن للأوزبكي، هذا هو تشوبانوف. عملية تغيير اللاعب من الطرف الأيمن خاطئة بعد استعادة اللاعب حسين فلاح. تصل الكرة بوسط الملعب، يتدخل من هنالك لكن لا زالت الزوراء عملية استعادة الكرة، لا زال الصراع البدني حاضر، لكن يتدخل باللقطة الماضية علي شاخوان. تمريرة تصل الآن مرة أخرى. تستمر عجلة دورينا وليالي دورينا والمباريات المهمة والجميلة، والكل يبحث بأن يقدم نفسه من خلال كل الجولات. لكن أيضا نتكلم عن الظروف، عن بعض الغيابات. الزوراء اللي يعاني من غيابات كثيرة اليوم، منها بمهمات وطنية مع منتخبنا الوطني، منها أيضا اللاعبين المحترفين عبد الله نصيب، عامر جاموس، وبذلك الأسماء اللي غابت اليوم قوقية وميثم جبار وكرار نبيل. وبذلك الكل يمني نفسه أن يقدم نفسه. بالحديث عن حراسة المرمى أيضا كميل سعدي حارس مرمى نادي أربيل المستدعى حديثا لمباراة الملحق العالمي بإذن الله تعالى. لم يتبقى إلا ساعات قليلة لتحقيق الحلم. هذا هو لؤي صلاح اللي استلم الفريق خلفا للمصري عماد النحاس، وقبل عماد النحاس كان مدربا للفريق هذا الموسم عبد الغني شهد. وبذلك أول مباراة استلم الفريق لؤي صلاح خسر بلقاء مؤجل أمام الشرطة، وثاني مباراة تعادل أمام الموصل، وبذلك حصائل مميزة قدمها حتى هذه الجولة منذ قيادته لنادي الزوراء، يعني 4 انتصارات، تعادلين وخسارة وحيدة. وهنا الحارس حسين حسن هو من يتصدى لهذه الكرة. مواجهات أخيرة جمعت الفريقين، يعني نتكلم عن آخر 10 مواجهات، آخر 10 لقاءات جمعت أربيل والزوراء 8 انتصارات للزوراء مقابل تعادل وخسارة وحيدة. يعني هذه أرقام الزوراء مع أربيل آخر 10 لقاءات. الانتصار الأخير اللي كان لأربيل كان بموسم 2021 بنتيجة 1-0، سجل هذا الهدف في ذلك التوقيت اللاعب مروان حسين. لكن الموسم السابق الزوراء انتصر برباعية نظيفة على أربيل، والمباراة الأخرى انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف وانطلاقة لأربيل، لكن على ما يبدو ضربة ركنية. أي نعم، ضربة ركنية لمصلحة القلعة الصفراء، بطل الدوري 4 مرات. نعم، مع أكرم سلمان 2006 2007 2008 مع المدرب ثائر أحمد، 2011 مع السوري نزار محروس. أربيل هذا النادي الصعب، هذا الفريق المميز اللي شارك بدوري أبطال العرب ب 2006. وبذلك تعود الآن الكرة من همام طارق، مستخلص الكرة باللقطة الماضية. تاريخ الزوراء أيضا يتكلم، الزعيم أمام الإمبراطور، والرأسية لم تصل باللقطة الماضية. الله 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 الله، أول تهديد، أول وصول وتصويبة قوية، لكن يتألق حسين حسن. نعم، يتألق حسين حسن. هذا هو كريستوفر جون
اللي سبق وإن كان لاعبا لفريق الزوراء، كان قريبا من إضافة أول الأهداف في مرمى فريقه السابق، وبذلك شوف هي لعبها بطريقة جميلة على الطاير، لكن ردة الفعل المثالية من حسين حسن باللقطة الماضية. تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، ضغط من أربيل وهدف أول قريب، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب. حسين حسن اللي يعوض غياب قائد الفريق والحارس الأساسي جلال حسن، لذلك هنا باسم قاسم يندب حظه على هذه الكرة اللي ضاعت من كريستوفر جون اللاعب النيجيري، وبذلك بداية قوية. 6 دقائق مرت من شوط اللقاء الأول، وهنا حديث عن المباريات التي تقام بنفس التوقيت، يعني ديربي العاصمة ما بين المتصدر وصاحب المركز الثاني، وأيضا لقاء يجمع نوروز ونفط ميسان، 3 مباريات بنفس التوقيت. وأيضا نتحدث عن المباريات اللي انتهت يوم أمس بانتصار أمانة بغداد على القرمن، وانتصار زاخو على دهوك، وانتصار الموصل على الكهرباء، وانتصار الكرخ على الميناء، وتعادل الطلبة والنفط من دون أهداف. مواجهات المقبلة سلامات أيضا مواجهات قادمة. نتحدث عن الجولة القادمة جولة 26. الزوراء يواجه القرمة بملعب الزوراء، وأربيل يواجه الغراف بملعب الناصرية. مواجهات صعبة تنتظر الفريقين، وهنا لؤي صلاح يمني نفس لانتصار جديد مع الزوراء، وباسم قاسم يريد تعويض التعادل بالجولة الماضية أمام نفط ميسان والعودة إلى سكة الانتصار. نتكلم عن الزوراء صاحب المركز الخامس وأربيل صاحب المركز الثالث. اليوم ممكن تتغير معطيات كثيرة، يعني في حال انتصار أربيل اليوم وتعادل أو خسارة الشرطة سيقفز الأربيل إلى المركز الثاني، ولكن إذا انتصر الزوراء الأمور ستتغير. نتحدث عن المركز الخامس برصيد 45 نقطة. عالية الكرة الآن تصل بهذه اللحظات، عملية الدفع هل كانت موجودة على برايان الكولومبي والمخالفة؟ نعم، حكم اللقاء عصام فاضل قريب جدا باللقطة الماضية، وبذلك اللقطة والاعتذار والابتسامة والروح الرياضية، كل هذه الأمور موجودة بهذه اللحظات. يعني نتكلم عن فريق الزوراء اللي حتى هذه الجولة حقق 12 انتصارا و9 تعادلات، وخسر فقط ل3 لقاءات. خسر بالكلاسيكو أمام القوة الجوية، وخسر أمام الكرخ، وخسر أمام الشرطة. فقط هذه هي ال3 خسائر اللي تعرض لها فريق الزوراء، لكن 9 تعادلات مع 12 انتصارا. هكذا هي أرقام وإحصائيات النوارس. لكن بالنسبة لأربيل اللي لا زال يقدم موسم مميز من مواسم الاستثنائية، القلعة الصفراء والأرقام المميزة، 15 انتصارا لفريق أربيل، و4 مباريات انتهت بالخسارة، و5 لقاءات تعادل من خلالها. نعم، خسر فقط أمام الزوراء بلقاء الذهاب، وخسر أمام الطلبة وأمام أمانة بغداد بفوز تقني، وخسر أمام زاخو. لكن المباريات اللي تعادل فيها نادي أربيل، تعادل أمام الكهرباء وديالى والقوة الجوية والكرخ ونفط ميسان. آخر لقاء هو هذا اللي كان أمام نفط ميسان اللي انتهت المباراة من دون أهداف. أيضا عانى فريق أربيل بعد غياب المهاجم الهداف تيمي روب، لكنه اليوم عاد وعلى دكة البدلاء بانتظار فرصة المشاركة. 20 هدف سجل هذا الموسم، وهو متصدر لسلم الترتيب على مستوى الهدافين. أما بالنسبة للأهداف والحصيلة التهديفية، يعني فريق الزوراء حتى هذه الجولة سجل 32 هدف، استقبل 20 هدف. لكن أربيل، وتخيل معي هذا الرقم عزيزي المشاهد، أربيل اللي سجل 34 هدف واستقبل 17 هدف. نعم، من هذه ال 34 20 هدف للاعب تيمي روب، وهنا برايان رياسكوس، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب. لا زالت الأمور هادئة، ونذكر بأن هذا اللقاء يعني غابت الجماهير، ودائما جماهير نادي أربيل لها بصمة جميلة، لها طابع خاص، ودائما ما نتغنى بجماهير نادي أربيل. لكن اليوم هل يتأثر لاعبي فريق أربيل بغياب الجماهير؟ لاعب رقم 12 سرهنك والكرة العالية، من أقدم اللاعبين المتواجدين في دورينا، وقدم ليالي جميلة ومواسم رائعة، يعني هو مع الذكريات الجميلة بالنسبة للفرق. نتحدث عن الحارس سرهنك محسن، وبذلك الكرة تتحول على الطرف في الأيمن لمصلحة
نادي أربيل. 10 دقائق مرت من شوط اللقاء الأول ولا زالت النتيجة سلبية من دون أهداف. الله الله الله، شوف التمريرة الذكية الجميلة الخطيرة اللي لا زالت، لكن عملية الاستخلاص حاضرة بهذه. الله على المرور، تمريرة لا زالت لمحمد قاسم، يا سلام يا سلام، لكن الصافرة والمخالفة يؤكدها حكم اللقاء عصام فاضل. بدأنا نشاهد المهارات، بدأنا نشاهد الفواصل المهارية والحلول الفردية. بدأ اللاعبين يدخلون بأجواء اللقاء شيئا فشيئا. بذلك هذه اللقطة اللي كانت بمواجهة مع اللاعب محمد قاسم، وبالنسبة للاعب فريق أربيل تكلمنا عن اللاعب أيضا مامادو ديارم، لؤي صلاح اللي خسر نهائي كأس العراق أمام الكرخ عندما كان مدربا لفريق الكهرباء موسم 2021. لاعب مميز من اللاعبين الجيدين، وحقق لقب هداف الدوري موسم 2010. بذلك الكرة تعود الآن بالحديث عن موسم 2010. اللقاء النهائي وأهم اللقاءات اللي جمعت فريق الزوراء وفريق أربيل هي كانت المباراة النهائية لموسم 2010 اللي انتهت بركلات الترجيح اللي انتصر من خلالها فريق الزوراء قيادة المدرب راضي إشنيشل، وكان مدرب نادي أربيل أيوب أوديشو. هنا المرور لم يكتمل، استعادة من إبراهيم توميو، عودة من محمد قاسم لبناء اللعب من الخط الجانبي من الطرف الأيمن، وبذلك الكرة تتحول إلى رمية جانبية. شوف هنا اللقطة، إبراهيم توميو، وبالحديث عن الهدافين توميو 4 أهداف حتى هذه الجولة، سجل على القاسم وعلى نفط ميسان، وسجل ثنائية في مرمى زاخو. هو آخر لقاء سجل من خلاله إبراهيم توميو باللقاء اللي انتصر من خلاله الزوراء على زاخو برباعية مقابل هدفين. شوف هنا اللقطة، إبراهيم توميو همام طارق يقول له انهض، لم أتدخل بقوة. هكذا هو حل لسانه، هكذا هي الرياكشنات اللي كانت موجودة على وجه اللاعب إبراهيم توميو. إذا نتكلم عن اللاعبين اللي مثلا كلا الفريقين. هنا موجود كريستوفر جون اللاعب النيجيري، لكن الكرة تتحول من الطرف الأيسر. استعادة الآن، تمريرة لفريق الزوراء، لا زال الزوراء لم يهدد مرمى الحارس سرهنك محسن، وحسين فلاح بعملية استعادة الكرة بهذا التوقيت. دوران مع الكرة الآن، هل يمر من الطرف الأيسر؟ نعم مر، لكن النقلة تحولت لحسين فلاح لاعب الارتكاز اللي يحاول أن يجد المساحات بهذا التوقيت. المباراة لا زالت من دون أهداف حتى هذه اللحظة، قريبين من الدخول بالربع ساعة الأولى، والكرة هل غادرت أو لا؟ لا على ما يبدو حكم اللقاء أو حكم الراية كان قريب وطلب من الكل استمرار اللعب. باسم قاسم والاحتجاج على الكرة الماضية. الأمور لا زالت صعبة والنتيجة من دون أهداف حتى هذه اللحظة، وعملية جلس النبض اللي لا زالت حاضرة بالنسبة لكلا الطرفين. تلعب الكرة الآن، همام طارق، تشتيت الخطر بكرة تحولت من الطرف الأيمن والأقرب الآن بالنسبة لكابريرا من الأوروغواي. كابريرا، كرة تتحول من الطرف الأيمن، تصويبة، لكن حسين حسن يتصدى. الله، للمرة الثانية نعم تهديد مباشر على مرمى الزوراء، وحسين حسن بالموعد حتى هذه اللحظة. كرة تلعب الآن، حسين فلاح وانطلاقه، هل يتأثر؟ اي نعم، غيابات مؤثرة. الله الله لو وصلت، لكن سرهنك. غيابات مؤثرة لنادي الزوراء بهذا اللقاء. نعم هو خطف انتصار مهم على الكهرباء بالجولة الماضية بركلة جزاء بالوقت البدل الضائع بالوقت بعد 90. لكن شوف هذه اللقطة، وصلت من الطرف الأيمن والتصويبة كانت جدا قوية بالكرة الماضية. نعم تصويبة قوية من القادم من الخلف أحمد زيرو، وحسين حسن هو من تصدى ببراعة للقطة الماضية. وبذلك تحدثنا عن مواجهات الفريقين لحساب الموسم السابق. الزوراء انتصر برباعية نظيفة بإمضاء توميو وعلي محسن وكاظم رعد والتونسي عزيز، وبذلك تحدث عن كاظم رعد سجل عليهم الموسم السابق والموسم قبل السابق. اليوم موجود هو بالتشكيلة الأساسية، لكن بالمركز قلب دفاع هذا هو كاظم رعد.
بكرة لعبت خاطئة خاطئة، هل يعاقبون أو ماذا؟ كرة تعود من الطرف الأيمن، تصويب القائم الأيمن، القائم الأيمن خطأ فادح كاد أن يكلف الزوراء هدف أول، لكن هنا الإبعاد الحاضر بالأخطاء الماضية. شوف الأخطاء، شوف الأخطاء، حسين حسن والتمريرة الخاطئة والضغط من أربيل، ضغط أصفر بهذه اللحظات. القلعة الصفراء يريدون إضافة أول أهداف اللقاء أمام من؟ أمام الزوراء، أمام النوارس. هل يحلق النورس بهذا اللقاء أم للإمبراطور رأي آخر؟ تلعب من همام طارق داخل منطقة الجزاء، وحسين حسن هو الأقرب باللقطة الماضية. نعم، حسين حسن هو من يمسك هذه الكرة. شوف هذه الكرة، كاظم رعد والتمريرة الخاطئة من حسين حسن، وهنا الاستعادة كانت موجودة عن طريق كريستيان باركو اللاعب الأرجنتيني اللي تركها إلى زميله من الطرف الأيمن. شوف التصويب، شوف نتحدث عن أقل من 3 دقائق وصل أربيل لمرة أو بمرتين. وهنا الراية الزوراء حتى اللحظة يعني الأمور صعبة، التركيز مفقود للاعبي فريق الزوراء، لكن لاعبي فريق أربيل مع الضغط المتواجد يعلمون تماما مدى صعوبة هذا اللقاء، ويعلمون تماما بأن المواجهات الأخيرة لم يحقق أربيل الانتصار على الزوراء. الراية موجودة، اللاعب كان متسللا، وبذلك الموسم قبل السابق الزوراء انتصر بهدف نظيف بإمضاء اللاعب قوقية، وبالمباراة الأخرى كذلك انتصر الزوراء بثلاثية نظيفة بثنائية من قوقية وبهدف من كاظم رعد. آخر انتصار لأربيل على الزوراء قبل 4 مواسم، واليوم يريدون العودة للانتصارات. فهل بإمكانهم أن ينتصرون على الزوراء أو للزوراء رأي آخر؟ هذه الأمور سنتعرف من خلالها بالدقائق القادمة، والأمور المخبأة اللي لا زالت بسيناريو سيكون غريب نوعا ما أو لا نعلم. هل سيكون طريق سهل على أحد الفريقين؟ لا نعلم، يعني مجرد توقعات نتكلم بحد هذه اللحظة. الدقيقة 18 أربيل أخطر، أربيل أخطر وأقرب توميو الآن، لكن المخالفة هذه المرة مخالفة يا توميو. لؤي صلاح غياب الجماهير يؤثر بصورة يعني كبيرة. فريق أربيل اللي يعاني من غياب جماهيره بهذا اللقاء. الزوراء يريد التمسك بالنقاط الثلاث والبحث بأي طريقة كانت من أجل تقديم منافسة شرسة. زال الزوراء يحاول حتى وإن كان يعني ليس بأفضل أحواله، لكن لا زال يقدم كل ما لديه. أما نتحدث عن الموسم السابق هو اللي أنهى بالمركز الثاني برصيد 77 نقطة بفارق 10 نقاط عن البطل نادي الشرطة. لكن حتى اللحظة الآن هذه محاولة لفريق أربيل، الكرة داخل منطقة الجزاء، شوف الضغط العالي، شوف اللاعبين، لكن تسديدة من دون أي تركيز إلى خارج الملعب. شوف لاعبي فريق أربيل عندما تكون الكرة بحوزة لاعبيهم يعني مندفعين بصورة جدا مبالغة على ما أعتقد. أي مرتدة إذا حاول الزوراء بأن يستخلص الكرة مباشرة سنشاهد مرتدات خطيرة لفريق الزوراء. لكن هنا هذه المحاولة الأخطر حتى هذه اللحظة اللي ارتطمت بالقائم الأيمن وباسم قاسم اللي شاهد. إذن هو درب الفريقين، سبق وأن درب الزوراء وحقق مع لقب الدوري موسم 2015، والآن هو مدربا لأربيل. تكلمنا عن باسم قاسم اللي حقق أول لقب دوري رفقة سطور الجبال مع دهوك 2009. وهنا كريستوفر، هذه اللقطة ما بين سجاد محمد مهدي وكريستوفر جون، وعصام فاضل يؤكد المخالفة بهذا التوقيت. 20 دقيقة نعم من شوط اللقاء الأول، المباراة لا زالت من دون أهداف حتى هذه اللحظة. أربيل أخطر، أربيل أقرب من دون ردة فعل للزوراء حتى هذه اللحظة. لازلنا نشاهد من يسجل أولا. وبالحديث عن ديربي العاصمة بهذا التوقيت، الشرطة يتقدم على القوة الجوية بهدف حتى هذه اللحظة. والكرة تعود الآن من الطرف الأيسر. هكذا هي النتائج، هكذا هي الإحصائيات، وهكذا هي الكرات. تعود الكرة أو تصل من الطرف الأيمن. محاولة لأربيل لا زالت قائمة، فقد التوازن، يحاول ويقاتل للحصول على كرة والتمريرة لم تصل. لا بل هي وصلت تصويب. الله 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 يا حسين حسن للمرة الثالثة
ينقذ الزوراء من هدف أول والفرص محققة، وبذلك الكرة تصل من الطرف في الأيسر. استعادة الآن وانطلاق الآن، والصافرة حاضرة من عصام فاضل. صافرة حاضرة بهذا التوقيت. سلامات يا حسين حسن. يعني خلال 20 دقيقة وصل فريق أربيل 4 مرات على مرمى الحارس حسين حسن، منها 3 تسديدات بالمباشر على الحارس حسين حسن، لكن تصدر ببراعة وبردة فعل مثالية على مرتين. نعم، واحدة من أحمد زيرو، واحدة من أو 2. هذه الكرة الثانية لكريستوفر جون، وبذلك نعم كان قريب كابريرا الرغوياني، كان قريب. سلامات يا حسين حسن. بذلك الأرقام والإحصائيات. الموسم السابق يختلف جذريا لفريق أربيل عن هذا الموسم. يعني الموسم السابق أربيل أنهى بالمركز الثاني عشر برصيد 50 نقطة. كان المدرب سمير بابو يعني ب 15 انتصار، ب 18 خسارة و5 تعادلات. أما هذا الموسم مختلف الأمور. كان متصدرا لجولات عديدة. بالجولات الماضية بعدما تمسك القوة الجوية بصدارة سلم الترتيب، وتحول أربيل الآن وهو بالمركز الثالث. حسين حسن ينهض للمتابعة. آخر 5 لقاءات للزوراء 4 انتصارات وتعادل وحيد، وكذلك أربيل آخر 5 لقاءات لأربيل 4 انتصارات وتعادل وحيد. وشوف هنا الصدفة والمفارقة بأن التعادل الوحيد للزوراء بهذه ال5 لقاءات أمام نفط ميسان، والتعادل الوحيد لأربيل بآخر 5 لقاءات كذلك أمام نفط ميسان. نفط ميسان اللي تعادل مع أربيل من دون أهداف، وتعادل مع الزوراء بهدف مقابل هدف. بالمناسبة نفط ميسان تعادل أمام الزوراء ذهابا وإيابا هذا الموسم. تعادل بملعب نفط ميسان 2 مقابل 2، وبملعب الزوراء هدف مقابل هدف. كرة تلعب الآن إلى رمية جانبية من الفرق الصعبة. تحدثنا عن نفط ميسان وكذلك فريق النفط. فريق النفط اللي تعادل أمام الطلبة والقوة الجوية والشرطة والزوراء. فرق بغداد وكذلك تعادل من دون أهداف أمام الميناء. وهنا الكرة تعود بوسط الملعب على الطرف في الأيمن. هذا إبراهيم توميو. أول محاولات الزوراء وعملية العبور، لكن سرهنك محسن هو الأقرب بعد دربكة كانت حاضرة باللقطة الماضية. والاستعادة من الطرف في الأيمن الآن وصلت الآن لوسط الملعب. هذا كريستوفر يختار العودة من الطرف في الأيمن بالنسبة لأربيل. عملية البحث عن المساحات، عملية البحث عن التمريرات، وصلت إلى كابريرا. بعد ذلك العودة الآن كابريرا اللي سجل 2 كلاهما بمرمى فريق ديالى. ونتحدث أيضا عن المتواجدين بالتشكيلة الأساسية. هكذا هي الأرقام. وهنا التمريرة لهمام طارق من الطرف الأيسر. بعد ذلك عملية نقل اللعب لعلي شخوان. عملية الاستعادة من توميو. القوة الجسمانية، القوة البدنية المتواجدة باللقطة الماضية. كابريرا اللي سجل 2. عن كريستوفر جون هدف 1 بشباك القرمم. وبالنسبة لي باركو اللي يريد أيضا أن يقدم نفسه، اللي سجل هدف وحيد بشباك دهوك. إذا الرمية جانبية الآن تلعب بصورة سريعة. بعد ذلك البحث عن برايان رياسكوس، لكن الكرة تعود لمحمد قاسم. عملية تهدئة الأمور، عملية تهدئة الأوضاع. كرة تتحول من الطرف في الأيسر. جميلة هذه التمريرة، انطلاقة، لكن سرهنك هو الأقرب. لم تصل للاعب هيران أحمد. سلامات لسرهنك، هو من يحمل شارة القيادة بالتأكيد، من الحراس المميزين اللي يمتلكون خبرة طويلة بدورينا. سرهنك اللي لعب للنجف ولأمانة بغداد ولعب للشرطة وأربيل. الكرة تعود الآن عن طريق الفرنسي مامادو ديارا، نقلة من الأوزبكي تشوبانوف. تتحول الكرة من الطرف في الأيمن. جنسيات كثيرة، جنسيات عديدة موجودة في دورينا هذا الموسم. عندنا لاعبين من ألمانيا، من الأرجنتين، الأوروغواي، البرازيل، يعني الدول الأفريقية، الدول الأوروبية،
من أمريكا الشمالية والجنوبية، كذلك من ألبانيا لدينا لاعب، وبذلك تستمر المنافسات المميزة والجميلة مع هذه المواهب المتواجدة، وبذلك دورينا مستمر بالتطور، لا شك في ذلك. دورينا مستمر بالتطور وبتقديم مواسم مختلفة، يعني كلما مر الوقت وكلما شاهدنا موسم مختلف نشاهد تطور ملحوظ، مع تطور فني، تطور من ناحية اللاعب، تطور من ناحية تنظيم التوقيت. وهنا الضغط، نتحدث عن ضغط المباريات، نتحدث عن ضغط الجولات كل 3 أو كل 4 أيام جولة، هذه أعطت أيضا منافسة شرسة. أي نعم، نتكلم من النقاط اللي ممكن يتعرض اللاعبين من خلالها لإصابات، وأيضا يعانون من صعوبة السفر ما بين المحافظات، لكن الأمور جميلة ومنافسة شرسة وقوية، والكرة تصل لداخل منطقة الجزاء. توميو ضاعت على الزوراء، أول وصول، أول تهديد مباشر للزوراء على أربيل، والنيجيري كان قريب جدا من إضافة أول أهداف اللقاء، لكن مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس سرهنك محسن. شوف برايان وباليسار من توميو، قريبة الله لعبها بصورة ذكية، لعبها بصورة جميلة، لكنها كانت قريبة على مرمى الحارس سرهنك محسن. والكرة العالية اللي تلعب بهذه الأثناء رأسية تحولت بوسط الملعب على الطرف الأيسر، لكن ممتاز سجاد ممتاز في اللقطة الماضية. تحول الآن، بدأ يتحرك فريق الزوراء، بدأ يتحرك، لكن تمريرة خاطئة من سجاد، واستعادة الآن علي شخوان بخارج القدم إلى وسط الملعب. هذا هو كريستيان باركو إلى كريستوفر جون من الطرف الأيسر. عملية العبور لم تكتمل أمام كاظم رعد اللي يتحصل على المخالفة يتحصل عليها قلب الدفاع. اليوم يلعب بمركز قلب الدفاع كاظم رعد. الأمور لا زالت صعبة على الفريقين. بالفترات الأولى كان أربيل أفضل وأخطر، الآن بدأ يتحرك فريق الزوراء، بدأ يصل لمرمى الحارس سرهنك محسن، ولا زال الهدف غائبا في هذا اللقاء. وبنفس التوقيت تتحدث عن المباريات، نوروز يتقدم على نفط ميسان بهذه الثواني، والشرطة يتقدم على القوة الجوية بهدف نظيف. 3 مباريات بنفس التوقيت، مباراتين وصلت بها الأهداف، هذه المباراة الثالثة اللي لا زالت من دون أهداف حتى هذه الدقيقة، قريبين جدا من الدخول بالنصف ساعة الأولى من شوط اللقاء الأول. والكرة تتحول الآن إلى تشوبانوف الأوزبكي، تشوبانوف على اليمين الآن، تمريرة تحولت إلى وسط الملعب، وهنا الله على المهارة والدوران، كان موجود مع الكرة، تصل للفرنسي مامادو ديارا، ثنائي قلبي الدفاع الفرنسي مامادو والأوزبكي تشوبانوف. تعود الآن بتمريرة على الطرف الأيمن عن طريق اللاعب النيجيري إيسيان، كرة إلى رمية تماس، إبراهيم توميو على التنفيذ، يتركها لسجاد، تلعب الكرة للكولومبي، لكن مرت بعيدة على برايان رياسكوس اللي يمتلك برصيده 6 أهداف، سجل على زاخو والموصل ونفط ميسان وأمانة بغداد والكهرباء، وسجل هدف الانتصار على فريق نوروز. 6 أهداف للكولومبي. برايان هو ثاني هدافين الفريق، هداف الزوراء حتى اللحظة حسن عبد الكريم قوقية برصيد 8 أهداف، وبذلك الكرة تعود الآن آخر أهداف سجلها على فريق الكرخ من ركلة جزاء بالمباراة اللي خسر من خلالها الزوراء بثلاثية مقابل هدف أمام فريق الكرخ. كرة تعود الآن إلى أربيل، الخطورة لا زالت بألوانها الصفراء، لكن الاستعادة الآن الصافرة من عصام فاضل. مباراة لا زالت هادئة حتى هذه اللحظة، نصف ساعة مرت من شوط اللقاء الأول. نعم، ثلاث محاولات كانت قريبة أو كان قريب من خلالها أربيل لولا تألق الحارس حسين حسن، ومحاولة واحدة من إبراهيم توميو مرت بمحاذاة القائم الأيمن لحارس المرمى سرهنك محسن. الأهداف لا زالت غائبة، عملية التركيز يعني أصبحت بصورة أكبر كلما مر الوقت، كلما شعر اللاعبين بالمسؤولية بصورة أكبر. كرة تعود الآن لفريق الزوراء عالية من الطرف الأيمن، همام طارق ممتاز همام طارق باستعادة الكرة باللقطة. الله شوف امتصاص الكرة
بوسط الملعب. هذا هو الأرجنتيني كريستيان باركو اللي امتص الكرة، لكن هنا همام طارق باستعادة لا زالت من الطرف الأيسر إلى وسط الملعب. تعود الآن كابريرا، خطيرة لأربيل لكنها مرت قريبة على مرمى الحارس حسين حسن. خطير جدا كريستوفر جون اللاعب النيجيري اللي كان قريب جدا من إضافة أول أهداف اللقاء. هذه الفرصة الرابعة لأربيل خلال نصف ساعة. الله على تمريرة اللاعب كابريرا، وبذلك مرت من كريستوفر جون. تمريرة ولا أروع، معها وجد المساحة ووجد الحل، لكن التسديدة تحولت إلى خارج الملعب. أربيل بأي لحظة تشاهد بالمناطق الهجومية، وبذلك الكرة تعود الآن الزوراء. إذا سجل هدف فريق الزوراء الآن ستتغير الأمور، يعني بعد إهدار الفرص الأربعة على أربيل، الفريق عندما يهدر فرص وبعدها يتلقى هدف يكون من الصعب أن يعود. لكن لا نعلم ماذا تخبئ لنا هذه المباراة. لا نعلم هل أربيل يسجل أولا، هل الزوراء يسجل أولا، هل تبقى المباراة من دون أهداف؟ لا أعتقد ذلك مع هذه السلسلة من الهجمات المتواصلة بالنسبة للفريقين. الكرة الآن بالنسبة لي عصام فاضل يؤكد المخالفة للزوراء. سلامات يا مراد. المباراة اللي انتصر من خلالها الزوراء على أربيل بهدف نظيف بالمرحلة الأولى كانت بأقدام مراد محمد. هو الهدف الوحيد اللي سجل حتى هذه الجولة، يمتلك برصيد هدف واحد كان على أربيل بالنتيجة بالمباراة اللي انتهت بنتيجة 1-0. وبذلك هنا اللقطة الالتحام اللي كان موجود من عمر جنكي واللاعب مراد محمد، وبذلك المخالف. الآن شوف هنا عملية الاحتجاج على اللقطة، لكن سلامات يا مراد، سلامات. دخلنا بالدقيقة 33، الأمور لا زالت هادئة نسبيا، وبالحديث عن الهدوء هي هدوء الأهداف. أما بالنسبة للهجمات موجودة، بالنسبة للضغط موجود، بالنسبة للتركيز موجود، محاولات عديدة حاضرة، فرص ضاعت أي نعم. حديث أيضا من المدرب لؤي صلاح. حتى الآن 7 لقاءات قاد الفريق، 4 انتصارات، تعادلين، تعادل أمام الموصل ونفط ميسان، خسر لقاء واحد هو المباراة المؤجلة اللي كانت أمام الشرطة، انتصر على نوروز والغراف وأمانة بغداد والكهرباء. إذن بانتظار العودة لأحداث اللعب، والنتيجة لا زالت 0-0 بالنسبة لي الطرفين. أربيل اللي بدأ بداية جدا قوية هذا الموسم، يعني أول مباراة هذا الموسم انتصر على النجف، وبعدها انتصر على الميناء، بعدها تعادل أمام الكهرباء، وفاز على القرمة وعلى الشرطة وعلى نوروز وعلى الغراف، لكن تعادل مع ديالى. أول خسارة من الزوراء، أول خسارة تعرض لها أربيل هذا الموسم كانت أمام الزوراء بملعب الزوراء 1-0. إذن مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، لا زالت المنافسة نوعا ما صعبة ما بين الطرفين، لكن الأهداف هي من ستتكلم. من يسجل أولا، النوارس أو الإمبراطور، الزعيم أو القلعة الصفراء، الزوراء أو أربيل؟ هكذا هي المسميات والألقاب على مدار هذه السنوات الطويلة. مخالف الآن محمد قاسم المتخصص، عالي، الله الله الله، سرهنك، وردة الفعل المميزة من حارس المرمى سرهنك محسن. المتخصص محمد قاسم اللي سجل نعم ركلة حرة مباشرة على أمانة بغداد، وبذلك سرهنك يتألق بهذه اللقطة والضربة الركنية الآن على التنفيذ. محمد قاسم المتخصص لتنفيذ الكرات الثابتة، هل تكون الكرات الثابتة هي الحل بالنسبة للزوراء؟ عالية الكرة والرأسية، لكن استعادة الآن لفريق أربيل من الطرف الأيمن. انطلاقة لهمام طارق، السرعة الآن، القوة الجسمانية الآن، لكن مخالفة يؤكدها عصام فاضل بهذا التوقيت. 10 دقائق تقريبا على نهاية الوقت الأصلي للشوط اللقاء الأول، والمباراة لا زالت من دون أهداف. أمام طارق اللي يتحصل على هذه المخالفة بهذا التوقيت. كل المباريات صعبة، كل المباريات قوية، كل المباريات فيها مفاجآت. تحدث عن كل الجولات الماضية والقادمة. والكرة السريعة الآن لأربيل من الطرف الأيمن، استعادة الكرة، وبذلك
تتحول إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية لأربيل. باسم قاسم يريد العودة إلى سكة الانتصارات وتعويض التعادل الأخير أمام نفط ميسان. أما لؤي صلاح يريد انتصار آخر على التوالي بعد الانتصار على الكهرباء، وهنا الكرة لعبت لكنها تعود مرة أخرى، مرت على محمد قاسم. همام طارق وتغيير اللاعب، يوجد لاعب مستلقي على أرضية الملعب داخل منطقة الجزاء من لاعبي فريق أربيل. عالية الكرة الآن وبذلك إبراهيم توميو المتراجع إلى الخلف. يريدون أن تغادر الكرة لعملية الاطمئنان على سلامة اللاعب، وبذلك لاعبي نادي أربيل لا زالوا مستمرين. وهنا أوه شوف الكرة وشوف الدربكة الحاضرة باللقطة الماضية. سلامات من هو اللاعب اللي يشكو من إصابة؟ هو تشوبانوف على ما يبدو. تشوبانوف خلينا نشوفها بالإعادة، خلينا نشوفها بصورة أو بالتركيز بهذه اللقطة اللي سقط من خلالها نعم تشوبانوف الأوزبكي. هذه اللقطة حسين فلاح وسجاد محمد مهدي. وسلامات يا تشوبانوف. تتوقف المباراة مرة أخرى. الأولى كانت بعد تعرض اللاعب مراد محمد للإصابة، لكن نهض للمتابعة الآن. تشوبانوف لاعب فريق أربيل يتلقى الإسعافات الأولية، لكن اللقطة أيضا بعدما استعادها همام طارق وأرسل العرضية داخل منطقة الجزاء قبل ثواني، والكرة كانت بها دربكة داخل منطقة الجزاء. يعني فريق أربيل لا زال مستمر بهذا الضغط، فريق أربيل. وبذلك الزوراء بعد محاولة إبراهيم توميو بتصويبة يسارية مرت قريبة على القائم الأيمن لحارس المرمى سرهنك محسن، لم نشاهده عاد وقدم تهديدات بصورة مباشرة. المباريات لا زالت قائمة. اليوم هو اليوم الأخير لختام الجولة 25. وبالحديث عن الحصائل التهديفية اللي لا زالت غائبة اليوم، يعني نوروز كما ذكرنا لكم يتقدم على نفط ميسان بهدف نظيف، أما بالديربي الشرطة يتقدم بهدف ثاني على القوة الجوية. الشرطة هدفين، القوة الجوية لا شيء، ولا زال الشرطة يحاول أن يضيق الخناق على المتصدر نادي القوة الجوية، والمنافسة لا زالت شرسة والأمور لم تنتهي بعد. لم يحسم لقب الدوري لا للشرطة ولا للقوة الجوية ولا لأربيل ولا للقرمة. لا زال هنالك الكثير من الجولات. وبالحديث أيضا عن نادي الطلبة اللي لا زال بالمركز الرابع بعد التعادل بالليلة الماضية أمام فريق النفط، والمنافسة الشرسة ما بين كل فرق المقدمة. وهنا استئناف اللعب، ضربة ركنية على ما يبدو، أو لا رمية تماس، رمية جانبية تلعب داخل منطقة الجزاء، وعملية تشتيت الخطر الحاضرة باللقطة الماضية من الطرف الأيسر. هنا الاستعادة إلى الحارس سرهنك محسن. دقائق تمر من شوط اللقاء الأول ولا زال الهدف غائب بالنسبة للفريقين. تلعب الآن من الطرف الأيمن. أربيل يحاول بكرة عادة من خلالها بالكعب، لكن لا يحاول، والكرة تعود الآن. مراد محمد كما تكلمنا عن الهدف الوحيد اللي سجل بلقاء الذهاب كانت في الدقيقة 68، يعني الشوط الأول كذلك انتهى من دون أهداف، لكن هل سينتهي هذا الشوط من دون أهداف؟ خلينا نشوف. محمد قاسم بكرة لبرايان باللقطة الماضية، ولا زال والإبراهيم توميو الآن. توميو بهذه المسافة يحاول أن يجد المساحات، يحاول أن يجد الحلول. محمد قاسم الآن ينطلق الآن، تصويبة اصطدت وبذلك تتحول على الطرف الأيمن. لم تغادر بعد، أو هنالك مخالفة يؤكدها حكم الراية المساعد، يؤكد المخالفة بهذا التوقيت. مخالفة بهذه اللحظات لهمام طارق. وسط الحديث أيضا مع لاعب فريق الزوراء من المساعد. الكرة عالية الآن الرأسية، وبذلك تعود للخط الدفاعي. هذا هو سجاد بكرة خاطئة تحولت إلى رمية جانبية الآن لأربيل. عملية التنفيذ بصورة سريعة من الطرف الأيمن. انطلاق الآن لأربيل، المحاولة للوصول للهدف الأول، بذلك النقلة عن طريق اللاعب باركو يتركها عالية الكرة داخل المنطقة الرأسية، لكنها إلى خارج الملعب. رأسية من مايكل كابريرا من الأوروغواي،
والكرة تتحول إلى خارج الملعب. شوف دائما خطيرين بالكرات الرأسية حتى مع غياب الهداف تيميروف. شاهد هذه اللقطة اللي تصدى لها سرهنك محسن بكرة جميلة نفذها محمد قاسم، لكن كانت بوسط المرمى. بذلك النتيجة لا زالت 0-0 وخمس دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي لنهاية شوط اللقاء الأول. عمر جنكي على تنفيذ الرمية الجانبية الآن. عمر جنكي خاطئة لمحمد قاسم تعود، لكن هيران لا زال يقف على الكرة يحاول أن يجد المساحة. هيران انطلق لكن وصل تشوبانوف والكرة إلى رمية تماس. رمية جانبية بهذا التوقيت وننتظر بهذه اللحظات. تلعب إلى مراد يختار العودة لسجاد والتمرير الآن. عملية تهدئة الأوضاع وتبادل التمريرات للسيطرة على اللعب، هذا ما يريد فريق الزوراء. تلعب الكرة الآن من الطرف الأيسر، لا زالت الآن وبذلك تدخل. هل يؤكد؟ نعم عصام فاضل مخالفة للزوراء بهذه اللحظات. المباراة هذه تحتاج إلى لاعبين حاسمين، إلى لاعبين هدافين، مع الفرص الموجودة، مع المحاولات اللي لا زالت مستمرة بهذا اللقاء. مخالفة لفريق الزوراء. محمد قاسم اي نعم هو المتخصص لتنفيذ كل الكرات الثابتة. محمد قاسم، هل تكون الكرات الثابتة هي الحل؟ عالية الكرة لكن رأسية. لاعبي أربيل يقدمون أداء دفاعي جدا ممتاز. عالية الكرة بهذه الأثناء. عملية الامتصاص كانت موجودة، عملية تهيئة الكرة، لكن هنا الإبعاد لم يكتمل وبذلك تعود الكرة لمصلحة اللاعب مامادو بتمريرة إلى إيسيان. النيجيري يحاول إيسيان ونقل الكرة من الطرف الأيسر. تعود الآن، لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة بخارج القدم إلى تشوبانوف على الطرف الأيمن. محاولات مستمرة بهذه اللحظات الأخيرة لنهاية شوط اللقاء الأول والأمور لا زالت هادئة الآن. هذه انطلاقة، هذه محاولة عن طريق اللاعب مامادو إلى إيسيان بوسط الملعب. دربكة ما بين الزملاء والتمريرة على الطرف الأيمن. أجواء مشمسة، أجواء جميلة على مستوى حالة الطقس بهذا اللقاء، وبذلك اللي لا زال فريق أربيل يستحوذ ويسيطر على اللعب. الكرة العالية الآن تتحول بوسط الملعب. عملية الاستخلاص، حسين فلاح لمحمد قاسم، انطلاقة لكن لم تكتمل بالكرة الماضية. تتحول لمصلحة أربيل، لا زال المرور، هل يكتمل بهذه الأثناء؟ عملية تهيئ الكرة للاعب علي شاخوان يحاول، علي شاخوان يمرر إلى اللاعب كريستيان باركو، لكن مستخلص الكرة مقطوعة بهذه الأثناء. انطلاقة زورائية الآن. القوة الجسمانية الآن. حسين فلاح الآن. الله 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 الله، لكن الكرة مستخلصة وعلى ما يبدو هنالك بطاقة. سنشاهد عندما تغادر الكرة سنشاهد البطاقة الصفراء. الكرة تلعب من الطرف الأيمن وبذلك لا زالت هجمة بهجمة الآن. حلوت المباراة قبل نهاية شوط اللقاء الأول. إيسيان يمرر إلى علي شاخوان بكرة تتحول من الطرف الأيمن. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء والرأسية، لكن كاظم رعد إلى إبراهيم توميو وبذلك انطلاق الآن. مرور جميل الأول والثاني والتلاعب الآن. برايان هذا الكولومبي اللي يزيد بالسرعة، لكن هل غادرت أو لا؟ هل غادرت؟ اي نعم غادرت. أصبحت بعيدة عليك يا برايان رياسكوس. لؤي صلاح على ما يبدو غير راضي. هي فيها راية على ما يبدو، هذه اللقطة فيها راية على ما أعتقد، وبذلك أيضا هي غادرت إلى رمية تماس. ثواني أخيرة لنهاية الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول. الزوراء لا شيء، أربيل لا شيء. كرة تلعب بوسط الملعب. عملية الاستعادة من العائد للخطوط الدفاعية كريستوفر جون، وهنا الكرة تصل لعلي شاخوان. علي شاخوان يبحث عن المساحات. هل هنالك هدف قبل نهاية شوط اللقاء الأول؟ من يدون أولا؟ أرضية ملعب فرانسو حريري
والأجواء الجميلة والكرة اللي لا زالت، وعملية قطع الكرة هل تكتمل؟ لا لم تكتمل. عادت الآن لكريستوفر، القوة الجسمانية للنيجيري باللقطة الماضية. كم دقيقة سيقدم الطاقم التحكيمي بقيادة عصام فاضل؟ هل 3 دقائق على ما أعتقد. خلينا نشوف. هذه الكرة تلعب من الطرف الأيمن الآن، دوران مع الكرة، تمريرة للاعب باركو الأرجنتيني. الآن الأرجنتيني إلى همام طارق بكرة تحولت إلى كاظم رعد. كاظم رعد يؤدي المهمة اليوم عندما احتاج الفريق ليلعب بقلب الدفاع، والكرة تعود بوسط الملعب. ضغط عالي من هيران، ولكن الاستعادة اللي لا زالت قائمة. أربيل يستحوذ، أربيل يسيطر. الله 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 الله، المرور الجميل بهذه الأثناء، وأربيل يحاول لإضافة أول الأهداف. وأمام من؟ أمام سجاد محمد باللقطة الماضية. 2 120 ثانية على نهاية شوط اللقاء الأول. أربيل يقدم شوط أول ممتاز مع صمود زورائي بالخطوط الدفاعية. مايكل كابريرا اللي حاول بفرصة، كريستوفر جون اللي حاول بمرتين على التوالي، وكذلك كريستيان باركو الأرجنتيني اللي حاول. وأيضا لا ننسى تسديدة اللاعب أحمد زيرو اللي تصدى وتألق الحارس حسين حسن من خلالها. وأيضا لا يجب أن ننسى محاولة إبراهيم توميو اللي أرسلها بصورة جدا ممتازة. يعني حتى اللحظة هذا الشوط قريب جدا من النهاية من دون أهداف. وهنالك نوروز يتقدم بالثنائية على نفط ميسان، والشرطة يتقدم بالثنائية على القوة الجوية. إلا هذا اللقاء اللي بنفس التوقيت من دون أهداف. ثواني الأخيرة، اللحظات الأخيرة، وبعدها سنذهب إلى الاستراحة. ماذا سيكون الكلام لباسم قاسم ولؤي صلاح بشوط المدربين؟ عالية الكرة الآن تلعب بوسط الملعب بالنسبة لأربيل، مستخلصة. يعني استرداد الكرة جدا ممتاز لفريق أربيل، عملية استعادة الكرة ومعها صافرة لنهاية شوط اللقاء الأول. النتيجة 0-0 ما بين الفريقين. مشاهدينا متابعينا لا تذهبوا بعيدا، لنا عودة بالشوط الثاني. يحاول زاكر أن يقطع الكرة من أمام سامهين. وصلت الكرة هناك في جهة اليمين، تمريرة طويلة، هنا الرأسية، جول 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 جول. لاوندي يهز الشباك بعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني. حسين عبد الله لاوندي يسجل أول هدف لمصلحة نادي النفط بعد تمريرة رأسية جميلة وصلت إلى لاوندي. شاهد حسام جاد الله كيف لعب الكرة بالرأس لاوندي، ولاوندي بلمسة هداف، بلمسة فنان، وضع الكرة في شباك حسن عباس ليعلن عن أول أهداف اللقاء والهدف الأول له في هذا الموسم رفقة نادي النفط. حسام جاد الله يحاول وأنا التمريرة ستار ياسين، والكرة ما زالت ومرت. الله، النيران الصديقة تحرق شباكها. هدف من حسن خالد بالخطأ في مرماه. حسن خالد يسجل في مرماه عن طريق الخطأ. أو جول على حسن خالد، وهدف ثاني لمصلحة فريق النفط. لكن أي متابعة من ستار ياسين الذي نجح باللحاق بالكرة قبل أن تخرج. شاهدنا حسام جاد الله كيف حفظ
على كورته والتمريرة لستار، وستار ياسين نجح، مرت من أمام حسن عباس، وحسن خالد لمس الكرة والكرة اصطدت بحسن ودخلت في شباك الكهرباء لتعلن عن هدف ثاني لمصلحة فريق النفط. نهاد تلعب الكرة العالية، هنا المحاولة والإبعاد والمتابعة والتصويبة، جول 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 جول. البديل حسين جاسم يسجل الهدف الأول للكهرباء ويعطي الأمل لهذا المدرب، لهذا الألماني، أن يعود بنقطة على الأقل. هدف جميل. هل كان سجادة بحسين جاسم؟ هل كان سجادة بحسين جاسم؟ شاهد هنا الكرة والمحاولة ووصلت، نعم سجاد هو من سدد الكرة القوية في سقف المرمى. هدف جميل جدا بعد متابعة من سجاد خليل الذي وضع الكرة في سقف المرمى. شاهد تصويبة قوية صعبة على حسين علي جولي. كاظم على اليسار، محاولة عرضية خطيرة، محاولة رأسية، الله الله الله. وهذه المرة نعم الكاميروني سيدريك ناقاه لا يضيعها، لا يهدرها، نعم يقتنصها من هناك ويحلق عاليا وبرأسية رائعة يودعها في شباك الحارس مصطفى زهير، معلنا عن تقدم فريق نادي الموصل. وبعرضية رائعة من جانب حسام يقتنصها الكاميروني المدافع والقادم من الخطوط الدفاعية المرابطة هناك لدفاعات نادي الموصل، يرتقي من هناك نعم وبرأسية يودعها في شباك مصطفى زهير، معلنا عن تقدم نادي الموصل بأول الأهداف. أول الأهداف فريق نادي الموصل يتقدم، يسجل، يدرك هدف الأسبقية، يدرك التقدم في هذه اللحظات. مشارف المنطقة، محاولة تصويب، متابعة، الاحتكاك، لا زالت خطيرة لفريق نادي الموصل. جول، الله الله الله. الهدف الثاني لمصلحة الموصل، وعن طريق أكرم رحيم يسجل نسور الحدباء الهدف الثاني. يسجلون، يتقدمون، يواصلون التألق للعودة إلى سكة الانتصارات. يسجل ثاني الأهداف أكرم رحيم، نعم، وبتمريرة وضغط رهيب كاد أن يسجل من البداية، ولكن أصر فريق نادي الموصل على تسجيل الهدف. محاولة من هناك لعلي فائز، علي يحاول، علي والتصويبة، الله الله الله. إنه زمن العودة، إنه زمن الانتصار لا الانكسار. النجف يقلص الفارق وبرأسية اللاعب محمد جاسم بعد متابعة واقتناص على مرتين من تصويبة علي فائز الخطيرة التي أربكت دفاعات الموصل والحارس مهدي هاشم الذي تمكن منها في البداية، ولكن محمد جاسم كان متابعا، كان مركزا، كان مقتنصا للكرة الماضية. نعم يسجل، يقلص الفارق من أجل العودة، من أجل الانتفاضة، من أجل العودة من جديد لتحقيق الانتصارات. هذه الأولى تصدى لها مهدي ولكن تابعها، نعم، وبرأسية وضعها وأنهاها في شباك الموصل. إلى مهند أبو طه، يرسلها كرة عالية من الطرف الأيمن، هذه خطيرة خطيرة، الله. حلق بنا إلى منصة التتويج، افتح جناحك وارتفع أكثر، فالقمة خلقت له الصقور. الله 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 الله. تسديدة غيرت مسارها والبداية القوية التمريرة العالية. هل هنالك راية أو لا؟ لا أعتقد بأن الراية حاضرة. هنا التصويب، لكن النيران الصديقة حضرت من أحمد نور بكرة اصطدت بأحمد نور وغيرت مسارها إلى مرمى الحارس عمار علي، وبذلك الهدف يصل لمصلحة القوة الجوية. هدف مبكر
لصقور القوة الجوية بالنيران الصديق. شوف الاستلام المميز والتصويبة من محمد جواد هداف الفريق برصيد 9 أهداف، والكرة اللي غيرت مسارها من أحمد نور ودخلت إلى مرمى الحارس عمار علي. إذن هدف مقابل لا شيء. تصل الآن بهذه اللحظات القوة الجسمانية، عملية تحضير اللعب. مهند أبو طه اللي دائما مميز بإرسال العرضيات. هذه كرة الحارس يصوب والثاني لمهند. الله، سنعود لمنصات التتويج، سنقاتل ونحاول بكل الطرق بهذه اللحظات. شوف هو اللي بدأها، لكن عملية تحضير الكرة لمحمد جواد، تصويبه من الحارث حاتم غيرت مسارها، وبالقدم الضعيفة يسجل مهند أبو طه ثاني الأهداف. هنا اللقطة. نعم الثاني يصل بالنسبة للقوة الجوية. مهند أبو طه اللي يصل لهدف الثالث بعدما سجل على النجف وعلى القاسم، يسجل اليوم ثالث أهدافه هذا الموسم وثاني أهداف القوة الجوية. هذا مهند باغت الحارس عمار علي وسجل الهدف الثاني لمصلحة القوة الجوية أولى، وهنا الانطلاقة لمصلحة القوة الجوية، وممكن الهدف الثالث يصل بهذه اللحظات من الطرف الأيمن. الله، الثالث يصل. نعم، عمر أمينو النيجيري يسجل ثالث الأهداف من شوط اللقاء الأول بتمريرة سعد عبد الأمير عصام الصبح اللي قدمها على طبق من ذهب، وعمر أمينو يسجل ثالث الأهداف. نعم، ثالث الأهداف بالنسبة للقوة الجوية، هدف ثالث بهذه اللحظات. وبذلك الشوط الأول كان أزرق بكل التفاصيل، ألوانه زرقاء بكل التفاصيل مع نفس التوقيت. بنفس التوقيت كنا نتحدث عن قوة الجهة اليمنى والعرضية اللي وصلت من عصام الصبحي بعد تمريرة ذكية قدمها سعد عبد الأمير، وعمر أمينو يسجل بكرة لعبت من الطرف الأيسر. حسين طالب لأسود العاصمة أمانة بغداد. الله 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 الله، هذه الأهداف وإلا فلا. البديل الناجح يسجل أول أهداف أسود العاصمة بطريقة عالمية. شوف هنا الخطأ الفادح، خطأ فادح من جيبولا، هدية على طبق من ذهب. وشوف حسين طالب ما كذب خبر. يا ساتر على الفينيشنج، على الإنهاء الجميل. شوف خطأ فادح من جيبولا، وهنا استغلال الفرص. يا الله مع النقص العددي. نعم، يسجل أمانة بغداد. أسود العاصمة يزأرون ولو كانوا متأخرين، لكن هنا الهدف الجميل يسجل بطريقة ولا أروع عن طريق اللاعب حسين طالب بهذه اللحظات. ولكن هنا الأنيق الذي يحاول أن يتبختر بأناقته بجماله، وتأتي العرضية. هنا الهدف، هنا التقدم، هنا الجول. الله، يا غيث معروفي، يتقدم الأنيق ويسجل أول أهداف المباراة. هنا للأنيق بأول أهداف اللقاء من اللاعب غيث معروفي، يسجل أول أهداف المباراة. ورغم قلة الجماهير المتواجدة لنادي الطلبة وأغلبهم من يتابعونا نعم هنا عبر شاشة العراقية الرياضية، وغيث معروفي تحدى كل شيء وقال أنا هنا، ومن يفتتح التسجيل وردا هنا التقدم، هنا العرضية شاهد. وهنا بعد ما تهيأت الكرة مرت ودخلت المرمى بهدف جميل من التونسي غيث معروفي. هذا هو كأنه يقول للطلاب، ها نحن طلاب اسمنا ونجتهد والدرس ناخذ دوره. تاريخنا بعلو النجم بالدوري علق صورة. نعم، تاريخنا بعلو النجم بالدوري علق صورة بهذا اللقاء. لكن بعد أن مضت تلك الكرة ووصلت إلى الحارس، هذا فلان. الله، هنا
نعم يا معتز، هنا القيثارة من جديد يعزفونها سيمفونية خضراء في ملعب الشرطة، وكأنهم يقولون لا 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 لا، صعب جدا أن تكون في ملعب الشرطة، فلا نستسلم ولا نتراجع. وهذا معتز شاهد كيف يمسح على الشعار بعد تسجيل هدف التعادل في ليلة الديربي في مباراة كبيرة من معتز، يسجل هدف ولا أروع ولا أجمل يا معتز. هذه الراسية بعد ما اصطدت بالمدافع ماسيس جاك خادعت الحارس وجاءت بهدف التعادل. هنا القيثارة بدأت بعزفها، نعم القيثارة التي دائما هي ما تعلن عن انتصارها لمصلحة الشرطة من أمير صباح باللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، ومحاولة وتسديدة قوية. الله يا معتز، الله 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 يا معتز. نعم للقيثارة مرة أخرى تعزف سيمفونية القيثارة بلحن الصبا، بلحن الصبا، بطور العجم، يسجلون الهدف الثاني هنا في ديربي العاصمة بثاني أهداف المباراة، ومعتز نعم يسجل الهدف الثاني في المباراة للقيثارة بثاني أهداف المباراة من اللاعب التونسي. يعود مرة أخرى باللحظات القاتلة ويسجل هدف ثاني من خارج منطقة ال18 بتسديدة قوية، زاوية قاتلة، نعم وصعبة جدا. بهذه التصويبة مرت من بين اللاعبين، اسكنها الشباك بكرة صعبة خادعت الجميع من المدافعين الى الحارس. راح يتقدم امير، يحاول المرور، نظرة ثاقبة من امير، وصلت والثالث يأتي. الله، هنا القيثارة مرة اخرى تعزف لحن الانتصار. هذا الامير الذي يتألق ويعلن عن هدف ثالث وبخطأ من المدافع. تعزف القيثارة ألحانها، تعزف القيثارة سيمفونيتها الجميلة هنا بملعب القفص. يستحيل أن تخرج بالنقاط لطالما تلعب أمام الشرطة بأرضها وأمام جماهيرها. من الصعب جدا أمير يسجل الهدف الثالث في المباراة وبلقطة جميلة. نعم يقومون بقراءة سورة الفاتحة ترحما لشهداء العراق الأبرار. وبهذه اللقطة المثيرة شاهد هنا الهدف، تهيئت الكرة لكن حسين أراد أن يخمد الكرة وأن يهيئ الكرة لكنها طالت وخادعت الحارس فهد طالب وذهبت للزاوية البعيدة. أعلنت عن الهدف الثالث في المباراة. القيثارة مرة أخرى عزفت القيثارة بلحنها الجميل، بلحنها المعتاد، بالثلاثية للسيطرة على مجريات المباراة، وهذا ما منحه الأفضلية بالتقدم بنتيجة المباراة. لكن المحاولة لا زالت مستمرة حتى الآن. ممكن الله، هذا هو علي يوسف، عاد ليؤكد للأنيق بأنهم متواجدين. الأنيق بهذه المباراة يعدل ويقلص من نتيجة اللقاء رغم التأخر، لكن علي يوسف يؤكد على هدف تقليص الفارق كي يقول كلمة الطلبة: لا انكسارات ولا كبوات تثنينا عن حبه، تعلقت أرواحنا به فعشقناه، فهذا هو الطلبة، شق الطريق نعم وشب الحريق في مرمى الشرطة بهدف تقليص الفارق من اللاعب علي يوسف. علي يوسف يسجل الهدف قبل الالتحاق بصفوف منتخبنا الوطني. الإصابات التي تعيق أكيد سير المباراة. شوطة الله، زيد اسماعيل
هذا هو القاتل، هذا الذي يعيد الأمل، هذا الذي عاد الأمل للعنيق للطلبة مرة أخرى. هنا سيناريو 98 99 يتكرر. نعم، بملعب الشرطة يفعلونها الطلبة، يعدلون نتيجة المباراة في الوقت القاتل. يأتي هدف التعادل، زيد اسماعيل يعدل نتيجة المباراة بصاروخ من مكان بعيد. الله يا زيد، الله يا زيد اسماعيل، نعم بصاروخ من مكان بعيد. عملية التقدم الآن، المحاولة الآن لحسن، فرصة لهدف، محاولة هدف الآن إلى الله الله الله، تمر بين الخصوم كخيال شاعر لا يرضى إلا بالكمال، تترك لهم الحيرة وتأخذ الإعجاب. هكذا ترسم الأهداف يا حسن، هكذا تطرب الجماهير يا عبد الكريم، هكذا تنهى الكرات يا هيران. هيران الحيران لا يضعهم حيرانين، لا يضعهم ينتظرون فينيشينج راقي من لاعب أقل ما يقول عنه الجميع أنه راقي، من الراقي إلى الراقي، يتقدم في كرة الفريق الراقي. كرة الزعيم رسمت من حسن عبد الكريم، خط لها من محمد قاسم، وأنهاها هيران بخبرة هيران، بذكاء هيران، رائعة من محمد قاسم، والأروع من خيال الشاعر حسن عبد الكريم إلى الفنان هيران. عزف من أيام الزمن الجميل، طرب من أيام الماضي التليد، وفرقة تعيد لك الذكرى لأيام الخوالي. هكذا هو الزعيم، وهكذا هو الزوراء، وهذه مدرسة النوارس. الانطلاقة، عملية تمرير، حسين عالية داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله، الكناري 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 برأسية رائعة من مامادو سورو. سورو يا الحكيم، افرح يا رجل. الله الله، الرقصة الأفريقية، وكنار العاصمة عالي بالسماء. كنار العاصمة يسجل عن طريق مامادو سورو. يا سورو شوف من حسين زياد على المقاس، لكن صعبة جدا والله، صعبة لكن رأسية رائعة. حطها سورو، حطها مامادو، حطها للكناري. الناري كناري ناري، بادي بقوة عن طريق مامادو سورو. كرة اللعب من السنغالي. الله، عدل نانغولو الكاميروني يرد فرسان المملكة. هاي جماهير نفط ميسان. حلوة المباراة، بادية برأسيات، رأسية من الأفريقي من مالي سورو، والآن الكاميروني يرد. نانغولو يسجل لنفط. الله، حلوة المباراة يعني ب5 دقائق تشاهد رأسيتين، تشاهد هدفين. الله، اللاعب اللي سابق اللعب لديالا برأسية رائعة. حلوة المباراة بال1-1 الآن. أمامية من كونتي، كرة لا زال يتناقلها لاعبي فريق نادي الميناء. كرة عن طريق الوسط، المحاولة لفريق ديالا اللي يحاول على مرمى الميناء. الله 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 على هدف ولا أروع. الله الحاضرة اللي لا زال يحاول أربيل، لكن الكرة لمصلحة حارس المرمى. كرة لحارس المرمى بهذا التوقيت، وبذلك البحث عن أول أهداف هذا اللقاء. لا زالت المباراة من دون أهداف. الزوراء يحاول
أربيل يحاول، اي نعم هو كان الطرف الأخطر بشوط اللقاء الأول. فريق أربيل وصل لأكثر من مرة وهدد مرمى الحارس حسين حسن، لكن هنا عملية الانتظار. هل يسجل أربيل أول أهداف اللقاء؟ هل يسجل الزوراء الهدف الأول؟ هنا التساؤلات، هنا علامات الاستفهام، والإجابة عند اللاعبين. والكرة لمصلحة الأرجنتيني، باركو يمرر إلى الهداف تيميروف، وهنا التصويبة القوية لكن مرت إلى خارج الملعب. نعم بعد مشاركة هداف الدوري وهداف الفريق تيميروف يجب وسيحاول باسم قاسم لإيجاد الحلول الهجومية مع غياب الشراسة الهجومية للزوراء. حتى هذه اللحظة هي محاولة واحدة كانت عن طريق اللاعب إبراهيم توميو، وبذلك لم نشاهد المحاولات والتهديدات المباشرة على مرمى الحارس سرهنك محسن. كرة الآن لحسين حسن، وبالمناسبة لو لحسين حسن لكانت النتيجة مختلفة. الآن تألق وتعملق بشوط اللقاء الأول وتصدى ل3 فرص محققة لمصلحة أربيل. أيضا رمية جانبية الآن أحمد زيرو. 40 دقيقة متبقية مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. شوط أول انتهى، شوط أول انقضى، مواجهة أخرى ما بين الزوراء وأربيل، وآخر 10 لقاءات جمعت الفريقين 8 انتصارات لفريق الزوراء وتعادل 1 وانتصار وحيد لأربيل بنتيجة 1-0 بموسم 2021. آخر انتصار لأربيل كان بهذه النتيجة 1-0، أي نعم بإمضاء اللاعب مروان حسين في ذلك التوقيت عندما كان لاعبا لفريق أربيل. والكرة تعود الآن برأسية لا زالت من الطرف الأيمن، محاولة زورائية، توميو ينتظر المساحات والزملاء، لكن همام طارق يغلق المنافذ ويغلق الطريق، والكرة العالية اللي تصل من الطرف الأيسر. هذا تيميروف، شيرزود تيميروف، عملية نقل اللعب من الطرف الأيسر، بعد ذلك الاستعادة. ملعب فرانسو حريري، نعم هذا الملعب الجميل، لكن اليوم يفتقد لبريق من جماهيره اللي دائما ما تغطي كل المدرجات. لؤي صلاح غير راضي تماما، نعم شاهد الرياكشنات، نعم ردود الأفعال، غير راضي تماما على اللي شاهده حتى هذه اللحظة. نعم غيابات مؤثرة للزوراء، غيابات كثيرة من لاعبين أساسيين، لكن انتصر بالمباراة السابقة على الكهرباء. وأربيل يريد تعويض التعادل الأخير أمام نفط ميسار. رمية جانبية الآن على التنفيذ همام طارق. التركيز العالي الآن، يعلمون تماما مدى صعوبة المهمة كلا الطرفين بشوط اللقاء الثاني. برايان يمرر بكرة لهيران، لكنها تعود للخط الدفاعي الآن، للخطوط الدفاعية. بعد ذلك تصل دوران مع الكرة، هذا اللي كانت عند لاعب إينونغا. نعم هذا هو إينونغا من الكونغو الديمقراطية، سبق واللاعب لنادي الكويت الكويتي، وسبق واللاعب للجيش الملكي. هنا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على اللاعب أحمد زيرو. أحمد زيرو بهذه اللحظات اللي سبق وأن كان لاعبا للشرطة وكذلك مثل زاخو ودهوك. أحمد زيرو يرتكب المخالفة ومعها بطاقة صفراء. لم يتردد الحكم عصام فاضل بإشهار البطاقة الصفراء، وبذلك النتيجة سلبية حتى هذه اللحظة. اليوم الأخير لحساب الجولة 25 ضمن منافسات دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026. 5 لقاءات اليوم. نتكلم عن هذا التوقيت اللي تلعب مباراة نوروز ونفط ميسان والديربي العاصمة ما بين الشرطة والقوة الجوية. أما بالساعة 5:30 القاسم وديالم، والساعة 7:30 الغراف والنجف. 5 لقاءات اليوم، والجولة 26 ستنطلق يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. خطيرة الآن، خطيرة الآن. أنت هنا في حضرة القلعة الصفراء، هيا بنا لنستعيد شريط الذكريات والتاريخ الجميل. الله 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 الله، بعد سلسلة من الفرص المستمرة يسجل هنا كابريرا يسجل الهدف الأول بشباك الزوراء. شوفها بالإعادة، الكرة العالية جميلة، لكن هنا التصويبة اللي باغتت حارس المرمى حسين حسن. ايضا الرغوياني يسجل الهدف الأول بشباك النوارس. نعم تمريرة جميلة واستغلال الفرص
باللقطة الماضية، وبذلك كابريرا يصل لهدف الثالث مع أربيل بعد أن سجل ثنائية بشباك ديالى. اليوم يسجل هدف بشباك الزوراء ويتقدم أربيل بهدف نظيف. يتقدم أربيل بهذا الهدف اللي سجله مايكل كابريرا. بانتظار تأكيد الهدف ومراجعة من غرفة الفار من ليث فرحان وحازم فيصل. إذن حضرت الأهداف بعد انتظار طويل. خلينا نشوف ما هو القرار النهائي على أعصابه اللاعب مايكل كابريرا. إذا الهدف احتسب فهو هذا الهدف الثالث مع أربيل بعد أن سجل ثنائيا بشباك ديالى. نعم، فرص محققة شاهدناها بهذا اللقاء تحديدا وبالأخص بشوط اللقاء الأول، لكن هنا من أول وصول بالنسبة لأربيل بانتظار هل الهدف صحيح أو لا، وتستمر سلسلة الأهداف بهذه الجولة. فقط لقاء الطلبة والنفط انتهى من دون أهداف حتى هذه اللحظة تحديدا. وعصام فاضل والحديث اللي لا زال مستمر مع ليث فرحان وحازم فيصل بانتظار هل الهدف صحيح أو لا، هل هنالك راية أو لا. هذه الأمور سنتعرف عليها من خلال الدقائق القليلة القادمة. عصام فاضل والقرار، ما هو القرار؟ ليث فرحان وغرفة الفيديو، وبذلك مايكل كابريرا ينتظر بأن يحتفل بالهدف إذا احتسب، وينتظر الزوراء بعودة الثقة إذا ألغي، ولؤي صلاح على أعصابه يشاهد. ما هو القرار يا عصام فاضل؟ خلينا ننتظر. هنا قائد الزوراء حسين فلاح، والانتظار للقرار النهائي اللي كان أمامك بصورة شوبانوف المدافع الأوزبكي. وبذلك بعد التغيير اللي أجراه المدرب باسم قاسم بزج المهاجم والهداف شيرزود تيميروف اللاعب الأوزبكي، لكن لا زال القرار لم يصل بعد حتى اللحظة. توقف المباراة والكل على أعصابه. أربيل يمني النفس بأن يكون الهدف صحيح، الزوراء وجماهيره يمنون النفس بأن يكون الهدف لا، خلاص احتسب الهدف. مايكل كابريرا يدون أول أهداف اللقاء بشباك النوارس. إذن القلعة الصفراء الإمبراطور أربيل يسجل أول أهداف المباراة، وبذلك الآن سنشاهد أداء مختلف بالنسبة للطرفين، سنشاهد أداء مختلف بالنسبة للفريقين. فريق سيحاول أن يحافظ على التقدم ويطمح لأن يسجل هدف ثاني، وفريق آخر يحاول بكل الطرق أن يسجل التعادل وممكن يقلب الطاولة. لنشاهد ما هي الخيارات للؤي صلاح. هنا سرهنك محسن يتصدى لهذه الكرة، ولا زلنا نشاهد أنا وإياكم وأمامنا أوقات طويلة قريبين جدا من الدخول الدقيقة 60، وسيبقى نصف ساعة الآن بالتمام والكمال. 33 دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي. ما هي المفاجآت التي تنتظرنا بهذه المباراة؟ كرة لهيران بوسط الملعب، نقل اللعب الآن لم تصل لكاظم أو مراد، عادت لبرايان، تمريرة سريعة خطيرة مراد. الله فيها راية. اي نعم، كان مراد محمد متسللا بالكرة الماضية، كان متسللا أو لاعب هيران. شوف بالإعادة تمريرة ذكية جميلة من أروع ما يكون. اي نعم، هو مراد بالأولى والثانية من هيران، وبذلك الكرة لسرهنك محسن. الآن شوف المباراة عندما كانت هادئة في بدايتها بشوط اللقاء الأول مع الفرص اللي حاول من خلالها كريستوفر جون اللي غادر وترك مكانه لتيميروف. أول محاولة كانت باللقاء، وبعدها وصل لمرة كابريرا ومرة أحمد زيرو ومرة كريستيان باركو. والهجمة الوحيدة الخطيرة اللي كانت للزوراء بشوط اللقاء الأول كانت عن طريق النيجيري إبراهيم توميو. هذه اللقطة
يؤكد غرفة الفار أنه لم يكن متسللا مايكل كابريرا، وبذلك هو القرار النهائي دائما ما يكون للطواقم التحكيمية. هم قضاة اللقاء، هم من لديهم كل القرارات، وبذلك الهدف احتسب، وهدف مقابل لا شيء من استاد أو من ملعب فرانسو حريري. إذن مخالف الآن هيران أحمد على التنفيذ. الكرات الثابتة والزوراء للبحث عن التعادل. النوارس من أجل التحليق، لكن الكرة اصطدت، وبذلك تعود الآن إلى الطرف الأيمن. سلامات للاعب فريق أربيل اللي يسقط أرضا متأثرا بعدما ارتطمت الكرة بوجهه على ما يبدو. نعم سلامات. مباراة توقفت كثيرا بشوط اللقاء الأول، ونتمنى بأن تكون المباراة مستمرة من دون توقفات من أجل رتم اللقاء أن يكون مميزا وممتعا لكل الجماهير التي تشاهد هذا اللقاء. إذن أربيل هدف الزوراء لا شيء، ونصف ساعة بالتمام والكمال هي المتبقية أمام أربيل للمحافظة على هذا التقدم، وأمام الزوراء للبحث عن التعادل. تغييرات قادمة الآن، تغييرات قادمة للزوراء. يوسف عزيز سيشارك، يوسف عزيز اللي يمتلك برصيد هدف واحد حتى اللحظة سجل بشباك فريق النجف. يغادر هيران أحمد، يغادر يوسف عزيز يشارك بهذه الثواني. هكذا هي خيارات لؤي صلاح بعد أن استقبل هدف. يريد الآن البحث عن التعادل ولربما قلب الطاولة، ولربما يسجل أربيل هدف ثاني. كل هذه الأمور يعني خلينا نشوفها بهذه النصف ساعة المتبقية. أربيل والثاني الله، هي ليلة كابريرا، هي ليلة مايكل كابريرا. وإن غاب تيميروف عن تسجيل الأهداف فكابريرا موجود ليسجل الثاني بشباك النوارس. الله على مايكل، على كابريرا، وجد المساحة وما كذب خبر. ماذا يجري للزوراء؟ شوف هنا الخطأ الفادح من إينونغا، وكابريرا استلم وانطلق وصوب وسجل ودون الهدف الثاني لمصلحة أربيل. نعم انتظرنا طويلا لمشاهدة الأهداف، لكن وصل مايكل كابريرا ليسجل ثنائية بشباك الزوراء بأقل من 7 دقائق. إذن الأربيل هدفين والزوراء لا شيء. ماذا جرى للنوارس؟ ماذا حصل للزعيم؟ انهيار بهذه اللحظات. تستقبل هدفين خلال 6 دقائق تقريبا أو 7. أيضا بانتظار تأكيد الهدف. كابريرا هل يحتسب الهدف أو لا؟ مراد محمد وعصام فاضل بحديث على انفراد. شوف رياكشنات اللاعب حسين فلاح قائد الفريق والزوراء مع الغيابات اللي يفتقدها هذا اليوم. هذه الكرة، هل هنالك لمسة يد على ما يبدو؟ هل هنالك لمسة يد؟ هذه اللقطة إينونغا بعملية الإبعاد، لكن هنا كابريرا لمسة اليد موجودة. وما هو القرار يا عصام فاضل؟ بالانتظار الآن، هل يلغى الهدف بسبب لمسة اليد؟ ما هو القرار يا عصام فاضل؟ تقدير الطاقم التحكيمي والقرار النهائي لدى عصام فاضل. خلينا نشوف. الحديث مستمر والابتسامة حاضرة والكل يشاهد والكل يترقب. إذا الهدف صحيح ستكون المهمة جدا صعبة على الزوراء. خلينا نشوف عصام فاضل ماذا يقول بهذه اللحظات. شوفوا مايكل كابريرا على ما يبدو هو يعلم بأن الكرة لمست يده، لكن اللقطة التقدير الطاقم التحكيمي هل كان متعمدا؟ هل هنالك؟ نعم هنا سيذهب بنفسه عصام فاضل. شوف هو يبرر لزميله همام طارق اللاعب مايكل كابريرا
لمسة اليد شاهدناها بالإعادة كانت موجودة، لكن تقدير حكم اللقاء. شو هذه اللقطة؟ شوف لمسة اليد واضحة أمامك بالصورة عزيزي المشاهد. بعد أن كان إينونغ أراد أن يشتت الخطر باللقطة الماضية. خلينا نشوف ما هو القرار يا عصام فاضل. نعم اتخذ القرار عصام فاضل، اتخذ القرار وسيصل بهذه الأثناء. خلينا نشوف مخالفة. نعم مخالفة، لمسة اليد واضحة كانت والهدف يلغى لأربيل. مايكل كابريرا سجل هدف واحد فقط، الثاني ألغي بهذه اللحظات. لنشاهد الآن. نعم تعود النتيجة ل1-0. الآن الزوراء بمهمة البحث عن التعادل. محمد قاسم والكرة اللي اصطدت وبعد ذلك تحولت على الطرف الأيمن. رمية جانبية الآن، رمية تماس وعلى التنفيذ. سجاد يلعب كرة سريعة. ماذا هنالك يا عصام فاضل؟ ماذا هنالك؟ ماذا جرى؟ على ما يبدو بطاقة صفراء لأحد الإداريين لنادي أربيل. حديث لا زال متواصل بهذه الأثناء. هدف واحد مقابل لا شيء نتيجة اللقاء. المباراة لا زالت نتيجتها 1-0 بعد أن سجل مايكل كابريرا الهدف الثاني، لكن ألغي لأن لمسة اليد كانت موجودة والكرة تصل من الطرف الأيمن. هذه انطلاقة عملية الاستخلاص الحاضرة بهذه الأثناء. الآن الزوراء سيحاولون للتعادل، أربيل سيحاولون للثاني، ومن يضع نفسه أو من يقدم نفسه بالصورة الكافية. لنشاهد لنترقب. هنا الكرة ما بين البديل اللي شارك قبل لحظات، اللاعب يوسف عزيز واللاعب تيميروف، شيرزود تيميروف تقريبا سجل بكل لقاءات فريق أربيل هذا الموسم. كرة تعود الآن من الطرف الأيسر. هذه انطلاقة، محاولة لا زالت لمصلحة الزوراء من الطرف الأيمن. عودة لحارس المرمى، هذا حسين حسن بكرة لا زالت، وعملية الإبعاد. دخلنا بالدقيقة 66، الأوقات تمر، الثواني تمر، اللحظات تنقضي. هذا مراد. عملية تغيير اللعب بوسط الملعب والبحث عن المساندة والبحث عن الزملاء. عملية البحث الآن مستمرة أو لا. حسين فلاح يرتكب المخالفة، وبذلك عصام فاضل يؤكدها لمصلحة فريق أربيل للاعب كريستيان باركو الأرجنتيني. هذه اللقطة حسين فلاح وكريستيان باركو، مواجهة أرجنتينية عراقية باللقطة الماضية، وبذلك على التنفيذ الآن بهذه الأثناء. الآن كرة تتحول من الطرف الأيسر، انطلاقة لا زالت قائمة رأسية حاضرة. كاظم رعد والبحث عن إبراهيم تومي، ولكن هنا الكرة عادت لمحمد قاسم. محمد قاسم والكرات العالية، انطلاقة لكن الأقرب مامادو ديارة. صراع بدني والأقرب كان اللاعب إيسيان، لكن مخالفة يؤكدها عصام فاضل بهذا التوقيت. هذا هو مامادو ديارة اللاعب الفرنسي، وبذلك الآن يوسف عزيز. تغييرات أو التغيير اللي أجراه المدرب لؤي صلاح على التنفيذ الآن. مخالفة للزوراء ومحمد قاسم على التنفيذ. محمد قاسم عالية الكرة داخل المنطقة، همام طارق وتشتيت الخطر باللقطة الماضية. تعود لمحمد قاسم من بعيد وإلى خارج الملعب. جرب حظه لكن من مسافة جدا بعيدة، ويتمتع بتصويبة يسارية قوية لكن ليس بهذه المسافات البعيدة يا محمد قاسم. وبذلك سرهنك محسن على التنفيذ. ضربة مرمى لفريق أربيل. على ما يبدو المباراة فيها مفاجآت، على ما أعتقد وهو مجرد توقع شخص، المباراة فيها مفاجآت. خلينا نشوف، خلينا ننتظر ماذا تخبئ لنا الدقائق المتبقية. 22 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، بكرة تحولت عالية الآن بوسط الملعب. أربيل يريد العودة لسكة الانتصارات ومن بوابة الزوراء، وبعد غياب طويل عن الانتصار على فريق الزوراء يريد العودة اليوم وحصد النقاط الثلاث. أما بعد النتائج، الأرقام، الإحصائيات، المواجهات الأخيرة اللي جمعت كلا الطرفين. أما بالنسبة لي
فريق الشرطة اللي لا زال متقدما على القوة الجوية بثنائية، يعني حتى إذا انتصر فريق أربيل فهو سيبقى بالمركز الثالث. إذن الكرة لمصلحة فريق الزوراء. على ما يبدو هنالك تغييرات قادمة. من سيجري التغييرات؟ هل هم أربيل؟ اي نعم أربيل وباسم قاسم، ومشاركة اللاعب آكو حزير. يغادر علي شاخوان ويشارك آكو حزير. بدأت تحضر التغييرات. باسم قاسم والكرة العالية الآن من الطرف الأيمن، استعادة والكرة. سلامات يا سرهنك، سلامات لسرهنك محسن بهذه اللحظات. شوف اللقطة، لا نتمنى مشاهدة الإصابات بهذه المباراة. إذن قريبين جدا من الدخول الدقيقة 70، 20 دقيقة متبقية أمام أربيل للمحافظة على هذا التقدم، و20 دقيقة متبقية للزوراء للبحث عن هدف التعديل. هذه اللقطة يوسف عزيز وسرهنك محسن، وبذلك يتدخل الكادر الطبي لتقديم الإسعافات الأولية وسلامات. إذن بطاقة صفراء على اللاعب إيسيان، اللاعب النيجيري إيسيان إيديم. هذه اللقطة، وبذلك سلامات ليوسف عزيز بانتظار العودة لأحداث اللعب. مباراة صعبة على الطرفين، حتى وإن كان متقدما أربيل فهو يعلم تماما مدى صعوبة هذا اللقاء. إذن سرهنك محسن واستئناف اللعب لما تبقى من هذا اللقاء. ملعب فرانسو حريري، هذا الملعب الجميل، اي نعم يغيب عنا الجماهير، لكن لا زال واحدا من ملاعبنا الجميلة. سرهنك على التنفيذ الآن. الزوراء مع غيابات الكثيرة المؤثرة بهذا اللقاء، ولا زالت المهمة صعبة، فهو متأخر بفارق هدف. ونشاهد الآن يعني مع غياب اللاعب كلارنس بيتانج، الكسندر اوراها، وعبد الله نصيب، وميثم جبار، وعمر نوري، واكام هاشم، وجلال حسن، وكرار نبيل، وحسن عبد الكريم قوقية، وعامر جاموس، وكيفن مفيدي. يعني هذه الاسماء الكثيرة تقريبا تشكيلة تغيب عن هذا اللقاء بالنسبة لفريق الزوراء. أما بالنسبة لفريق أربيل اللي لا زال يقدم أداء جدا ممتاز. وهذه انطلاقة من أحمد زيرو من الطرف الأيمن، دوران مع الكرة، محاصر بالواحد على واحد، وبذلك الكرة اصطدت لم تغادر، لا زالت قائمة. تمريرة من لاعب إينونغ، وانطلاقة من مراد بوسط الملعب. محاولة زورائية الآن، محاولة بيضاء الآن، تتحول لإبراهيم توميو من الطرف الأيمن للتعديل. الله 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 الله، تغيب الحلول ويظهر برايان رياسكوس. حلقت النوارس في سماء أربيل، تكلم الزعيم. نعم برايان رياسكوس يسجل التعادل للنوارس بعد تمريرة متقنة على طبق من ذهب بالنسبة لإبراهيم توميو. شوف الإعادة، خلينا نشوفها بالإعادة. نعم وصلت هي على الطرف الأيمن، وجد المساحة برايان، وبذلك الهدف يصل للكولومبي بريان رياسكوس بعد تمريرة جميلة ذكية من إبراهيم توميو. وبذلك النوارس تحلق بهدف التعديل، هدف التعادل. الآن برايان يصل لهدف السابع بعد أن سجل على زاخو والموصل ونوروز ونفط ميسان وأمانة بغداد والكهرباء. آخر لقاء سجل إينعم، وقبل يسجل إينعم، وللمباراة الثالثة يسجل برايان رياسكوس بانتظار تأكيد الهدف مع الغيابات المؤثرة. نعم الزوراء يسجل. نشاهد الآن للمباراة الثالثة. نعم يسجل برايان، سجل على أمانة بغداد، وبعدها سجل هدف الانتصار بالوقت القاتل على الكهرباء بالمباراة السابقة، والآن يسجل هدف التعادل على فريق أربيل. الآن هدف مقابل هدف
من يخطف النقاط الثلاث بالأوقات المتبقية، من يسجل هدف قاتل بهذه الأوقات، هل الزوراء لقلب الطاولة أو لأربيل للعودة للتقدم؟ لنشاهد، كل شيء وارد بهكذا لقاءات. الآن المباراة حلوت بعد الأهداف، عندما تصل الأهداف تتحرك المياه الراكدة بكرة لعبت الآن. أربيل بدأ يعلم تماما مدى صعوبة المهمة، الكرة السريعة الآن، البحث عن الأوزبكي تيميروف الهداف شيرزود، لكن الكرة إلى خارج الملعب. الكرة فيها راية على ما يبدو على تيميروف، على ما يبدو هنالك راية على شيرزود تيميروف. هذا هو برايان، وصل لهدفه السابع رفقة الزوراء. أول هدف سجل مع الزوراء كان بشباك زاخو، واستمرت بعدها الأرقام، وأصبح بفارق هدف عن هداف الفريق قوقية. وصل لهدف السابع اليوم، والكرة تصل بوسط الملعب لمصلحة الزوراء. يوسف يختار العودة للخط الدفاعي. هنا التمريرة للحارس حسين حسن اللي يلعب كرة عالية من الطرف الأيمن، عملية الانتظار، عملية الاستلام. شوف هذا ممتاز جدا جدا، الأرجنتيني كريستيان باركو دائما ممتاز بالكنترول، بامتصاص الكرة. هما بطارق إلى مامادو ديارة، تمريرة إلى إيسيان بوسط الملعب، نقل اللعب من الطرف الأيمن لا زال بالنسبة لفريق أربيل. الأصفر يحاول، وكرة على الطرف الأيسر الآن، محاولة لأربيل عالية الكرة، الاستلام لم يكتمل، وبذلك العودة من الطرف الأيمن. فيها صافرة على ما يبدو، نعم، لمصلحة الزوراء. الراية كانت موجودة باللقطة الماضية. ربع ساعة متبقية مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. الزوراء هدف، أربيل هدف، والتعادل يسيطر على مجريات اللقاء بواحدة من المباريات المهمة بالنسبة للفريقين. بالنسبة لأربيل لتعويض التعادل الأخير أمام نفط ميسان، وبالنسبة للزوراء لاستمرار الانتصارات بعد الانتصار على أمانة بغداد والكهرباء، وبذلك سلسلة الانتصارات. شوف يعني فريق الزوراء اللي انتصر على الغراف وأمانة بغداد والكهرباء، آخر 3 لقاءات 3 انتصارات، وقبلها كان تعادل أمام نفط ميسان، وقبلها كان انتصار على نوروز أيضا بالوقت القاتل. بذلك الكرة تلعب الآن، مراد على الطرف الأيسر لبرايان، رياسكوس، لكن تشوبانوف ممتاز، الأوزبكي ممتاز، مراد، والكرة تعود الآن بوسط الملعب. هذه انطلاقة حسين فلاح بكرة مستخلصة عن طريق اللاعب إيسيان لكريستيان باركو، عودة للخط الدفاعي من الطرف الأيسر. هذا هو سجاد محمد مهدي، سجاد يرسل كرة عالية، الكل يبحث عن برايان، الكل يبحث عن الكولومبي، وبذلك الصافرة من عصام فاضل تؤكد المخالفة لبرايان رياسكوس، مخالفة لبرايان رياسكوس. أعصاب توتر، بطاقات، اهدأ. بطاقة حمراء على أحد إداريين فريق أربيل، بطاقة حمراء، اي نعم، بطاقة حمراء شاهدناها حمراء ولا زالت بيده. هذه اللقطة برايان رياسكوس وعمر جنكي، هذه هي اللقطة وهذه هي الكرة اللي أعلن من خلالها عصام فاضل المخالفة. وبذلك خلينا نشوف بانتظار استئناف اللعب. محمد قاسم والكرة للزوراء لمصلحة النوارس، الكرات الثابتة الآن. هذا محمد قاسم، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، غيرت مسارها. همام طارق بعملية تشتيت الخطر، تيميروف، وبذلك الضغط الآن أصبح زورائي، ضغط زورائي، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، بذلك الاستعادة إلى توميو، اللاعب إبراهيم توميو، عودة مرة أخرى بوسط الملعب، نقل اللعب لمحمد قاسم اللي يخسرها أمام من؟ هذا هو كابريرا، تغيير اللعب من الطرف الأيسر، انطلاقة لأربيل، تيميروف، والسرعة الآن تيميروف، لكن حسين حسن وكان بمفرد اللاعب شيرزود تيميروف اللي أمامك بالصورة. عودة مرة أخرى لصفوف أربيل بعد المشاركة مع المنتخب الأوزبكي. الكرة تعود الآن إلى اللاعب مراد محمد، نقل اللعب لسجاد،
سجاد اللي يبحث عن المساندة، تمريرة لبرايان، برايان رياسكوس، نقل اللعب لمحمد قاسم للزوراء بوسط الملعب، عالية الكرة الآن، خطيرة للزوراء، برايان لكن الكرة اصطدت وإلى ضربة ركنية. خطورة من الكولومبي، دائما ما يكون خطير جدا عندما يستلم الكرة بالخطوط الهجومية. ضربة ركنية الآن، لؤي صلاح يشاهد، لؤي صلاح والحديث المستمر، وبذلك هذا هو تشوبانوف إلى ضربة ركنية لمصلحة الزوراء. شوفها بالإعادة، شوفها بالإعادة، تشوبانوف وبرايان، ليس هنالك لمسة يد على ما يبدو. نعم، أيضا مواجهة كانت ما بين الأوزبكي وما بين الكولومبي، وضربة ركنية على التنفيذ. محمد قاسم، آخر 10 دقائق لنهاية الوقت الأصلي، محمد قاسم والضربة الركنية للزوراء، عالية الكرة سريعة الآن لكنها مستخلصة ولا زالت من الطرف الأيسر. محمد قاسم يعود لاسترداد الكرة وإلى رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة أربيل أو مخالفة. هنالك الراية كانت موجودة على محمد قاسم بعد أن مرر لنا. نعم، شوفها بالإعادة، هذه اللقطة. نعم، متسللا محمد قاسم، وبذلك الراية كانت موجودة. 10 دقائق الأخيرة ما بين القلعة الصفراء وما بين النوارس، لنشاهد ماذا تخبئ لنا هذه الدقائق 10 المتبقية. بعدها سندخل بالوقت البدل الضائع. كرة عالية الآن، رأسية لا زالت، وبعد ذلك الكرة على الطرف الأيسر. هل متسللا تيميروف أو لا؟ هل تيميروف متسللا أو لا؟ استمرارية اللعب لا زالت بكرة دار معها كريستيان باركو، تمريرة من الطرف الأيسر، محاولة لكن قطع الكرة حاضرة، والرمية جانبية لمصلحة فريق الزوراء. رمية جانبية للزوراء، سجل لأربيل، نعم، مايكل كابريرا، وسجل للزوراء برايان رياسكوس. على التنفيذ الآن سجاد محمد فاضل بكرة لعبت سريعة، محمد قاسم يتركها الآن لكنها مستخلصة عن طريق لاعبي أربيل. هذا هو أحمد زيرو، يمرر من الطرف الأيمن بخارج القدم. شوف هدوء الأعصاب، شوف البرودة الأعصاب، شوف جمال التمريرات، شوف أربيل والنقلات، لكن يتدخل الآن الظهير سجاد محمد مهدي. وإلى رمية جانبية الآن أحمد زيرو على التنفيذ، بانتظار التنفيذ الآن أحمد زيرو، تركيز العالي وعملية التنفيذ. وبذلك الكرة لعبت من الطرف الأيمن، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء لأربيل، رأسية، الله الله، خطير جدا كابريرا، خطير جدا كابريرا، ارتقاء ولا أروع بالكرة الماضية. لكن شوف أحمد زيرو وإرسالا لهذه العرضية، لكن رأسية مرت قريبة جدا على مرمى الحارس حسين حسن. شوف الارتقاء، خطير جدا، خطير جدا اللاعب كابريرا. وبذلك الكرة مرت على مرمى فريق الزوراء. كلما مر الوقت كلما أصبحت المهمة صعبة على الفريقين، كلما مرت الدقائق كلما بدأ ويعلم تماما كل لاعبي الفريقين بأن اللقاء جدا صعب. لكن من يخطف النقاط الثلاث؟ من يخطف النقاط الثلاث؟ وتيميروف والتصويبة، لكن ينتهي بها المطاف للحارس حسين حسن. هل يقبل أو هل يرضى الفريقين بهذه النتيجة؟ نشاهد هدف قاتل بالأوقات القاتلة. هل ستبقى النتيجة 1-1؟ خلينا نشوف. كرة تلعب الآن برأسية، تحولت من الطرف الأيسر إلى وسط الملعب، بعد ذلك الأقرب. شوف الأرجنتيني بكل كرة تصل بوسط الملعب تشاهد اللاعب كريستيان باركو، وهنا حسين حسن بكرة لعبت من الطرف الأيسر، سريع الآن بهذه الأثناء عملية الاسترداد وقطع الكرة والسرعة من برايان. رياسكوس يحاول أمام مامادو، لكن برايان يقف على الكرة ويمرر لمحمد قاسم، لا زال يبحث، لا زال يحاول، لا زال يمرر، لا زالت الكرة. هنا تبادل التمريرات، توميو 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 توميو، أوه كيف ضاعت عليك يا محمد قاسم، كيف مرت. الله يسر عنك، الله يسر عنك محسن. وردة الفعل، هذه خبرة السنوات، هذه خبرة السنوات الطويلة. لم يكن متسللا
وسرهنك يتصدى ببراعة بتألق وتعملق باللقطة الماضية. الله على ردة الفعل، الله على ردة الفعل لصاحب 39 سنة. شوف الخبرة وشوف الدقة وشوف ردة الفعل من الحارس سرهنك محسن. آخر اللحظات محمد قاسم الآن والضربة الركنية، الكرات الثابتة لفريق الزوراء داخل منطقة الجزاء الآن، والرأسية من عمر جنكي، والإبعاد لا زال، والمحاولة الآن. الله 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 الله، غريبة وعجيبة يا كرة القدم، غريبة وعجيبة أنت أيتها الساحرة المستديرة. كيف ضاعت هذه الفرص، كيف مرت هذه الفرص. يتألق سرهنك الآن، يتعملق سرهنك الآن. يا ساتر يا ساتر، تغيير قادم ضرغام اسماعيل. ايضا لحظات جميلة، المباراة تأخرت فيها الهجمات المكثفة والمحاولات الصريحة، بل وصلت هي بآخر ربع ساعة، بآخر ربع ساعة مباراة من أروع ما يكون. من يغادر ليشارك ضرغام؟ حديث أيضا من لؤي صلاح مع القائد قائد الفريق حسين فلاح. على ما يبدو ابراهيم توميو سيغادر. شوف اللقطة، شوف هذه التسديدة، وشوف التصدي، شوف هذه الثانية اللي أبعدها أيضا، اللي أبعدها أيضا مراد من بعيد بكرة خادعة. شوف كيف غيرت مسارها، شوف شلون غيرت مسارها، وبذلك هذه الثانية اللي تدخل من خلالها همام طارق. أيضا رمية جانبية، ضغط زوراء الآن، توميو يغادر وضرغام اسماعيل يشارك. ايضا ضغط زورائي، ضغط للابيض سجاد على التنفيذ داخل منطقة الجزاء، والابعاد لا زال، وهنا الكرة لا زالت حاضرة، والى ضربة ركنية، الى ضربة ركنية. محمد قاسم سينفذ. دقائق مجنونة، مباراة مجنونة، بالاخص باخر ربع ساعة. شوف هذه اللقطة، اول لمسات ضرغام والضربة الركنية لمصلحة الزوراء. محمد قاسم، توجيهات من سرهنك محسن، لولا لكان التقدم كان وصل للزوراء، لكن تألق وتصدى. لكن هنا اللقطة، محمد قاسم والكرات الثابتة، والزوراء يحاول الآن خطيرة لكنها اصطدت، وبذلك تعود من الطرف الأيسر. همام طارق ومحمد قاسم، يتفوق محمد، عالية الكرة وخطيرة، مرت إلى ضربة ركنية أخرى. ضربات ركنية، شوف الضغط، ضغط عالي من الزوراء، ضغط عالي من الزوراء. والضربة الركنية الآن، هذا محمد قاسم مرة أخرى، محاولة أخرى للبحث بالأوقات القاتلة. محمد قاسم بكرة عالية الآن، وسرهنك محسن يتصدى. ممتاز ممتاز سرهنك، سلامات سلامات سلامات. يوجد لاعب أيضا يشكو من إصابة، لكن تستمر المباراة وينفذها سرهنك محسن، والدقائق المجنونة كأنها ليلة ختامية، وكأنها مباراة نهائية، وليست لحساب الجولة 25، ليست، وكأنك تشعر ليست مباراة 3 نقاط، وكأنها مباراة إقصائية. كرة تعود من الطرف الأيمن الآن إلى وسط الملعب، هذا هو إيسيان يمرر بكرة للأرجنتيني كريستيان باركو. نقل لا زالت، محاولة لا زالت، الأرجنتيني استلم، الأرجنتيني انطلق، الأرجنتيني يسقط ويتحصل على المخالفة. مخالفة لمصلحة أربيل، مخالفة لأربيل. عصام فاضل قريب جدا من الحالة بهذه الأثناء. نشاهد الآن اللحظات الأخيرة، وبالنسبة للقاءات اللي تقام بنفس التوقيت، تحدثنا عن لقاء فريق القوة الجوية والشرطة اللي لا زالت نتيجتها 2-0 للشرطة، وكذلك بنفس النتيجة نوروز يتقدم على نفط ميسان. هذه اللقطة تدخل على الأرجنتيني كريستيان باركو، وبذلك مخالفة لأربيل. الكرات الثابتة، الكرات دائما ما تكون خطيرة بالنسبة للطرفين، وعندما أتحدث عن الطرفين لأننا شاهدنا لقاءات كثيرة للزوراء وأربيل سجلوا من الكرات الثابتة. هنا 4 لاعبين يقفون على هذه الكرة، يتقدمهم شيرزو تيميروف. وآخر اللحظات الآن، هنا الأوزبكي، الذئب الأبيض، والتركيز العالي لأربيل.
هنا التركيز والكرات الثابتة، لكنها اعتلت عن طريق اللاعب الأرجنتيني كريستيان باركو. باركو اللي قدم مباراة ممتازة. إذا جيلان لقمان هو البديل القادم لأربيل. جيلان لقمان ويغادر عمر جنكي، وبذلك تستمر سلسلة التغييرات بآخر لحظات اللقاء. سندخل الآن بالدقيقة الأخيرة، وبعدها سنذهب إلى الوقت البدل الضائع. عمر جنكي وأحمد زيرو هم من غادران، واللي شارك جيلان لقمان واللاعب علاء رعد على التنفيذ. تلعب الكرة الآن بهذه الاثناء. علاء رعد اللي لعب لزاخو ونفط البصرة ونفط ميسان والميناء، وكذلك لعب للزوراء. تعود الكرة الآن. علاء رعد يواجه اليوم فريقه السابق. وبالنسبة أيضا لجيلان لقمان اللي شارك كذلك بنفس التوقيت، اللي سبق واللعب للطلبة ولزاخو ولدهوك وللكهرباء. نصف دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. احتجاج من لؤي صلاح. سلامات للكولومبي برايان رياسكوس. أوقات صعبة يعيشها الطرفين. هذه اللقطة ما بين الأرجنتيني والكولومبي. هذه اللقطة أي نعم، أي نعم. وبذلك نشاهد لؤي والاحتجاج. لؤي صلاح مدرب فريق الزوراء، ايضا لاعب فريق اربيل الارجنتيني كريستيان باركو. نشاهد كم دقيقة سيقدم الطاقم التحكيم. عصام فاضل 6 دقائق كوقت بدل ضائع يقدمها الطاقم التحكيمي بهذه الأثناء. 6 دقائق. هل هي كافية لمشاهدة هدف قاتل لأحد الفريقين، أو ستبقى بهذه النتيجة 1-1؟ لنشاهد. كل شيء وارد بعالم كرة القدم، والمباريات تلعب حتى صافرة حكم اللقاء. إذن أجواء جميلة على مستوى حالة الطقس بملعب فرانسو حريري. والآن المخالفة لمصلحة أربيل تلعب عالية داخل منطقة الجزاء الآن، وحسين حسن ممتاز بالانقضاض على هذه الكرة. عملية مسك الكرة حاضرة بهذه الأثناء، وبذلك حسين حسن على التنفيذ. 5 دقائق متبقية مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. كرة لا زالت بوسط الملعب، ومحمد قاسم موجود لإبعاد الكرة إلى رمية جانبي. آخر اللحظات بدأت تتواجد وتسقط هنا حبات المطر بملعب فرانسو حريري. أجواء ممطرة أصبحت بآخر لحظاتها، وعلى ما يبدو هنالك مفاجأة. هل يسجل أربيل أو الزوراء؟ من يسجل بالأوقات القاتلة والأوقات الأخيرة؟ همام طارق الآن على التنفيذ. أربيل يحاول، الزوراء يحاول، والكل يبحث أن يغني على ليلاه. كرة تلعب بهذه الأثناء. كاظم رعد وتشتيت الخطر. ضرغام إسماعيل والسرعة الحاضرة سريع الآن. برايان أمام تشوبانوف، والكرة للأوزبكي. تشوبانوف ممتاز، لكنها عادت إلى برايان. وصلت للكولومبي. عالية الكرة، نقل اللعب من اليسار إلى اليمين، وبذلك الكرة إلى رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة أربيل. عودة الآن جيلان بكرة نفذت إلى اللاعب كابريرا، وبذلك لا زالت لم تغادر بعد. هذا هو جيلان، وكرة مستخلصة بهذه الأثناء. قتال وشراسة وقوة جسمانية حاضرة بهذه اللحظات الأخيرة. هذا هو كريستيان باركو الأرجنتيني، من أفضل اللاعبين بهذا اللقاء. قدم مباراة كبيرة صراحة كريستيان باركو. والكرة تلعب من الطرف الأيسر الآن. هذا جيلان يلعب كرة عالية من الطرف الأيمن خطيرة، لكن مرت على تيميروف، وتشتيت الخطر الآن لا زالت قائمة. ضغط أربيلي، ضغط أصفر بهذه اللحظات، يبحث من خلالها لهدف قاتل. ضغط أصفر مستمر لأربيل. تلعب من الطرف الأيمن. محاولة الآن، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب. 3 دقائق متبقية، 180 ثانية على نهاية هذا اللقاء. مباراة جميلة صراحة بين الفريقين. بفترات شاهدنا أربيل كان هو الطرف الأفضل، وبفترات أخرى شاهدنا الزوراء كان هو الطرف الأفضل. على ما يبدو ماثيوس سيلفا
البرازيلي سيشارك بآخر اللحظات. تلعب الكرة الآن على الطرف الأيسر، وبذلك برايان رياسكوس ممتاز إلى يوسف عزيز بمفرد الآن، ينتظر التحركات ولم يصل الدعم، بل وصل محمد قاسم الآن. محمد قاسم تصويب لكن بعيدة يا محمد قاسم، بعيدة هذه التسديدة. من سيغادر ليشارك البرازيلي ماثيوس سيلفا بآخر دقيقتين؟ يغادر برايان رياسكوس، وأمامك دقيقتين يا ماثيوس. إذن تغيير آخر من لؤي صلاح. سرهنك تألقا كلا حارسي هذه المباراة اليوم. حسين حسن بالشوط اللقاء الأول تألق ومنع أربيل من إضافة الأهداف بأكثر من 3 فرص، والآن بالشوط الثاني سرهنك محسن تصدى لفرصة جدا صعبة لمحمد قاسم. بطاقة الآن، سلامات لسجاد، بطاقة صفراء على الأرجنتيني كريستيان باركو. نعم بطاقة صفراء على الأرجنتيني باللقطة الماضية، وبذلك الاحتجاج. هل هي نعم بسبب الاحتجاج؟ البطاقة بسبب الاحتجاج. كنا نشاهد التدخل كان من تيميروف، ولماذا كريستيان باركو تحصل على البطاقة؟ لكن اتضح بأن بسبب الاحتجاج على قرار حكم اللقاء عصام فاضل. على التنفيذ الآن آخر دقيقة متبقية مشاهدينا متابعينا في كل مكان. تلعب الكرة الآن، كريستيان تعود من الطرف أو بوسط الملعب، انطلاقة للزوراء من اليمين الآن، تحولت لكنها بعيدة الآن إلى رمية تماس، رمية جانبية تلعب بهذه الأثناء. لا زالت قائمة آخر نصف دقيقة، 30 ثانية متبقية بكرة لعبت وإلى فريق الزوراء. هذا هو حسين حسن على ما يبدو. يعني ستحسم المباراة بهذه النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، إلا إذا شاهدنا مفاجأة بآخر ثواني. خلينا نشوف. كرة تصل من اليمين إلى سرهنك بهذه الثواني، والكرة العالية اللي تلعب من الطرف الأيمن. عملية البحث عن الكرات العالية، لكن الأقرب هنا، وبذلك حسين حسن هو الأقرب لهذه الكرة، والانتظار لسماع صافرة حكم اللقاء عصام فاضل. ننتظر ونشاهد الآن هذه الكرة اللي اصطدت، اللي ارتطمت. حسين ينطلق الآن، والكرة العالية اللي وصلت من خلالها لتشوبانوف إلى كريستيان باركو، والكرة العالية والمحاولة العالية الآن، لكن الأقرب حسين حسن. سلامات لحارس فريق الزوراء حسين حسن. على ما يبدو الوقت البدل الضائع انتهى، وضاف 6 دقائق ودخلنا بالدقيقة 7 الآن، لكن خلينا نشوف ما هو القرار. سلامات يا حسين حسن. هذه اللقطة يعني هو تأخر بمسك الكرة من أجل كسب بعض الثواني. هذه لقطة جيلان وسجاد محمد. لؤي صلاح قريب من تعادل آخر مع الزوراء، تعادل أمام الموصل ونفط ميسان. الآن تعادل ثالث للؤي صلاح مع فريق الزوراء. باسم قاسم وتعادل ثاني على التوالي بعد التعادل أمام نفط ميسان. الآن تعادل آخر. حسين حسن على التنفيذ. صافرة الختام تصل من عصام فاضل، وبذلك الفريقين حبايب، نقطة للزوراء ونقطة لأربيل. مشاهدينا متابعينا، أرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذا اللقاء. نلتقيكم بقادم المواعيد. كان معكم المعلق حسين سمير، وإلى اللقاء.